مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير قصص وركروت يوجي. والمرة دي هنتكلم عن قصة من القصص الطويلة. القصص الطويلة في يوجي عموما مش كتير، يعني هي القصص دي كانت مثلا فيها ألباز وفيزس ستار فروست ودول تيرمينال وطبعا وورلد ليجاسي وممكن كمان القصة دي. فخلينا نبتدي القصة دي، وهي قصة الدريكو سلاير أو الترو دريكو. ونبتدي قصتنا بكائن اسمه لاستر بندولم ذا دراكو سلاير. ودريكو لو دورت عليها هنلاقيها كلمة لاتينية لكلمة سيربنت أو دراجون أو تنين، زي دراكو او دراجون، هي جايه من الحته دي. نبدا قصتنا بقى بلاستر بندولم ذا دراكو سلاير، وواحد تاني معاه اسمه فيكتور بندولم ذا دراكو لورد. الاول هناخد بالنا ان الاتنين هم عباره عن وحوش بندولم، واحد دارك وواحد لايت. الاتنين 4 نجوم، هجومهم 1850 ودفاعهم 0. واحد فيهم السكيل بتاعه 3 وواحد السكيل بتاعه 5 في البندولم، فهم نوعا ما قريبين لبعض او شبه بعض شويه. نلاقي الاول ان فيكتور بندولم ده مكتوب عليه حاجه في الكارت بتاعه ان هو اوفرلورد او سيد او قائد، حكم العالم كله بجيش من الدراكو فينز او زي شياطين التنانين مثلا، وبيستخدم الدراجون الكيمي او السحر بتاعه في التحويل لتنانين عشان يحول اشكال الحياة لكائنات قبيحة تابعة ليه. مصدر القوة بتاعته احنا مش عارفينه لغاية دلوقتي، بس تقريبا جاي من ابعاد تانية. ده واضح كده ان ده الشرير بتاعنا. وفي نقطة مهمة في فيكتور بندولم ده، اولا ان احنا قلنا ان هو بيحول الكائنات عن طريق الدراجون الكيمي بتاعه لكائنات قبيحة. ولو بصينا على كلمة فيكتور في علم الفيروسات هنلاقي في حاجة اسمها فيرال فيكتور او الناقل الفيروسي، فاهم؟ ففيرال ده اللي هو فيروس، وفيكتور هو الناقل. والناقل الفيروسي ده هو أداة بيستخدمها علماء الأحياء عشان يوصلوا المواد الجينية لبعض، واللي بيها برضو تقدر تنقل الفيروسات او تنقل جزء من الجينز بتاعت الفيروسات للكائنات التانية. نروح بقى للجزء الطيب اللي معانا في القصة اللي هو لاستر. ولاستر هنا هيحاول يوقف فيكتور من اللي هو بيعمله، ان هو بيحول الكائنات لكائنات شريرة زي ما قلنا وكده. بس احنا بنكتشف ان لاستر ده مع الاسف فاقد الذاكرة، هو مش فاكر قوي ايه اللي كان بيحصل ولا هو في المكان ده ليه. هو كل اللي عارفه ان في كائن شرير اسمه فيكتور وهو بيحاول يوقفه، بس كده، ده كل اللي يعرفه لحد دلوقتي. وعشان لاستر يقدر يحارب فيكتور بدأ رحلة طويلة بيحاول يوقف فيها الكائنات دي من ان هي تتحول لكائنات شريرة عن طريق فيكتور. وفي الرحلة دي بيقابل 3 اركتايبس تانيين اللي هم الاجنايتس والدايناميست والماجيس سبكتر، وخلينا نتكلم عنهم واحدة واحدة. ونبدأ بأول مجموعة فيهم وهم الاجنايت. الاجنايت دول كلهم مجموعة من الوريورز او المقاتلين الفاير، النار. وباين من اسمهم ان هو اجنايت اللي هو بمعنى يشعل حاجة، وكلمة نايت اللي هي فارس، فبقت عاملة مع بعض كلمة اجنايت. ولو بصينا على الكائنات هنلاقي ان السكيل بتاعهم من 2 ل7، وكل واحد فيهم متسمي على اسم حاجة زي سلاح معين. ونتكلم عنهم سريعا كده. عندنا اول واحد اجنايت كروسيدر، اللي اسمه في الانجليزي اسمه سموه كروسيدر على اسم الحملات الصليبية، بس اسمه بالاو سي جي او اسمه بالياباني جاي من ديزرت ايجل اللي هو المسدس اللي احنا شايفينه في الصورة ده. ولو بصينا على الكلام اللي مكتوب في كارت اجنايت كروسيدر هنلاقي بيقول لك المحارب المتهور ده من فرسان الاجنايت متعصب دايما للقضايا اللي بيقاتل عشانها، وعشان الشغف المهول اللي هو فيه دايما زملائه بيحاولوا يبعدوا عنه، ما يكونوش قريبين منه تقريبا بقى، لان هو متهور جدا وكده. تاني واحد معانا هو اجنايت بالادين، وبالادين اللي هو فارس، واسمه في الياباني جاي من حاجة ليها علاقة بماسكت، وهو سلاح كده اللي احنا شايفينه في الصورة، اللي تقدر تقول ان هو اتطور بعد كده او عمل منه تبديل في الرايفل اللي احنا شايفينه بقى في الصورة اللي بعدها على طول، يعني ده التطور بتاعه. ولما نقرأ اللي مكتوب على اجنايت بالادين هنلاقي ان هو فارس سمعته ان هو هادي وبيفكر كويس، بس في الحقيقة مشاعره بتاخد وقت طويل لغاية ما تظهر، مش اكتر من كده. انما هو كشخص المفروض عادي بيتعصب بكل سهولة. بعد كده في اجنايت كافيلير او الفارس، اللي احنا شاكين ان هي واحدة ست، مش فارس، هو فارسة عشان اللون البينك اللي هي لابساه ده. سوري جندر فلويديتي، احنا هنحكم بالمظهر هنا. ومكتوب ان الاسلحة اللي بيستخدمها او بتستخدمها الفارسة الوردية دي بتجيب ضرر لاعدائها زي بالظبط ما بتجيبه للناس اللي شغالة معاها. هي بتضرب كله ما بتركزش، بس عشان هي بتحقق نتائج كبيرة محدش بيشتكي منها غير عدد قليل قوي. ده اللي مكتوب للكافيلير او الفارسة. اما الاسم بتاعها في الاو سي جي فجاي من سلاح اسمه درينجر تقريبا، اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده عندنا اجنايت
جالنت او الشجاع. مش عارف دي جايه بقى العربي لما يقولوا انت جالنت يالا ولا ايه، مش عارف جالنت دي هي جالنت اللي بيتكلموا عنها ولا لا. ومكتوب عليه ان ده القائد بتاع افضل فرقه من الاجنايت، واصعب تحدي عنده ان هو يقدر يسيطر على الاعصاب الحاميه بتاعه التيم بتاعه اللي احنا قلنا عليه، واحده بتضرب التيم وواحد بيتعصب بس بالراحه والناس دي كلها. والوحش ده الاسم بتاعه في الاو سي جي جايه من الرايفل او الرصاصه. نروح بعد كده بقى للوحوش اللي السكيل بتاعها 7، ونبدا باجنايت سكواير. وسكواير برضو معناها فارس. طبعا كل حاجة ممكن يبقى ليها تفصيلة كده في فارس مختلف عن التاني، بس يعني كلهم بمعنى فارس هنا. وبيقول ان الدرع اللي هو لابسه الفارس ده مش بيقدر يخبي العقل الحاد المتقد اللي هو على طول شغال بتاع الشاب اللي لابسه. كويس، عرفنا ان هو شاب وعرفنا ان هو شخص المفروض عقله كويس. والسلاح بتاعه اللي جاي في الاو سي جي هو 44 ماجنم اللي احنا برضو شايفينه في الصورة. اتمنى ان جوجل ما يفتكرناش بنحرض على عنف مثلا بالاسلحة دي. مش عارف، الصور ممكن تبقى اوت اوف كونتكست بالنسبة لي، انت بتتكلم في ايه بالظبط وحاطط صورة اسلحة، بس ما علينا. بعد كده عندنا اجنايت تمبلار او فارس المعبد. هو كلهم فرسان زي ما قلنا، بس تقريبا الفرسان ايه بيختلفوا عن بعض. قالك ان ده محارب الاجنايت عنده خبرة كبيرة، بيقاتل عشان العدالة وبيحتقر الفاسدين، لدرجة ان هو بيشكك حتى في اسلحته اللي بيستخدمها دلوقتي من كتر ما هو بيحاول يدور على افضل حاجة او البر المطلق، اللي هو بيدور هو انا فعلا اللي بعمله صح وانا لازم استخدم سلاحي عشان كده يعني. والسلاح اللي جاي منه في الاو سي جي هو السنايبر رايفل زي ما احنا شايفينه في الصوره كده. مش عارف ايه الزوم قوي ان هم حاطين فكره ان كل واحد، بس هو تقريبا كان معمول في الاو سي جي. التي سي جي هي اللي غيرت، يعني لما جم يترجموها انجليزي قرروا يغيروا الاسماء، فما نقدرش نلوم الاو سي جي بقى، احنا المفروض نلوم بتوع التي سي جي. نخش على اللي بعده اللي هو اجنايت مارجريف. والمارجريف ده هو قائد عسكري، المفروض يعني ان هو على الحدود الالمانيه، ده اللي مكتوب بالذات، يعني بيستخدموها في الحته دي، معرفش اشمعنى بس ده اللي المفروض مكتوب عنه. والكلام اللي مكتوب على الكارت نفسه هو ان هو محارب من رتبة عالية من فرسان الاجنايت. لما بيخش معركة هجماته الشاملة مش بتخوف بس اعدائه، لا دي بتخوف جنوده كمان. ما فاهم، ما عندوش يا مرحمين الراجل ده. واسمه في الياباني جاي من بندقية مكافحة الشغب او الرايت جان. واخر واحد معانا في البندولم هو اجنايت فيترن، والفيترن ده اللي هو المحارب القديم. ولو بصينا على اللي مكتوب عنده في الكارت هنقول لك ان القائد اللي شعره اشيب ده شغال في قسم الحراس الشخصيين، وهو نفسه شغال كحارس شخصي للكافيلير، الست اللي احنا قلنا عليها الوحيدة. وده واحد من القليلين اللي بيشتكي من تهورها. لو فاكرين قلنا ان مش ناس كتير بتشتكي منهم، ده بقى واحد من الناس القليلة اللي بيشتكوا من تهورها. وبيشتكي لمين؟ بيشتكي للجالنت، وده من الناس القليلة اللي بتفهمه وبيعرف يتعامل معاه. حاطين تفاصيل فظيعة بصراحة. والسلاح بتاعه في الاو سي جي هو جاي من الاوزي. ناقص لنا كده وحشين، بس الوحشين دول مش بندولم، وهو اجنايت لانسر، ده اول واحد. ولانسر طبعا اللي هو فارس، اللي جت منها على فكرة يا جماعة كلمة فريلانسر، ان زمان كان الفارس ده بيبقى حر، ان هو ممكن يعمل مهمات معينة لشخص معين من غير ما يبقى في جيش، اللي هو بيروح يشتغل كفارس، بيقدم خدماته لأي حد مقابل فلوس. من هنا بقى جت الفريلانسر بتاعتنا، ان انت شخص بتشتغل للشخص اللي بيدفع لك فلوس من غير ما تكون في الحقيقة شغال عنده. معلومة ملهاش اي علاقة بالقصة بس قلت اقولها. والراجل ده اسمه جاي من الجي اي يو 8 افنجر، ما تسألنيش اسمه جاي منها ايه، بس هو ده اسمه في الياباني منها. ولو ركزنا نلاقي هو ايده شبه السلاح اصلا. واخر واحد فيهم هو اجنايت تشامبيون او البطل. طبعا دول ما لهمش كلام مكتوب عليهم لان هم افكت مونسترز، وده جاي من الاف اي ام 92 ستينجر، والمفروض ان ايده مديه شكل شبه السلاح اللي احنا لسه قايلينه ده. طيب احنا تقريبا كده خلصنا الاجنايت. نقطه بس صغيره نقولها عنهم في قصه كده في 3 كروت. في كارت اسمه اجنايتس يونايت او اتحاد الاجنايتس، نلاقي الكافيلير والتمبلار والكورسيدر والسكواير والجالنت كلهم ظاهرين في الكارت ده مع بعض. وباين هنا ان الكافيلير دي بتهاجم على حد او رايحه تضرب حد، وفي نفس الوقت في واحد فيهم بيشاور لهم بيقول لهم لو ما تقلقوش خلاص انا ايه، لو انا هسيطر على الموضوع. المفروض بيبان لنا بقى ايه اللي موجود من الناحيه التانية من الكارت. في كارت اسمه باد ايم، يعني اليونايت ده اللي باين من ظهرهم، في وشهم بقى من ناحيه تانية باد ايم. باد ايم بقى باين لنا هنا الفيترن
والتمبلار والمارجريف والبالادين. وده يمكن بيبين لنا الكلام اللي مكتوب على كافالير والفيترن، ان هي بتهاجم حتى الناس اللي موجوده معاها في الفريق، وان الفيترن ده شغال كبادي جارد موجود معاها، وفي واحد منهم اللي هو يعني محمر عامله شكل قلوب كده اللي هو بيحبها تقريبا لان هي الفيميل الوحيده اللي موجوده عندهم. باين لنا بقى اللي حصل بعد الهجوم ده، باين لنا في كارت اسمه اوبس، باين لنا الشامبيون كروسيدر واللانس والسكواير بايدين كلهم في الكارت ده كنتيجه للي حصل بعد الهجوم بتاع كافلير، كلهم واقعين على الارض ومضروبين ومتدمرين، وهم تاني واحد كده واقف حاطط ايده على راسه وبيفرش كده بيقول هي ايه اللي نيلته الست دي. هم عاملين لهم بس قصه قصيره لطيفه مش اكتر من كده. وكارتين تانيين كده ظاهرين، اجنايت ريلود، باين لنا فيها المارجريف وهو المفروض يكون بيرود سلاحه. وهنا طبعا الاجنايت ريلود ده مش كارت مالوش علاقه قوي بالاجنايت لانك ممكن تستخدمه مع اي حاجه زي كارت اوبس كده، هو بس الشكل اللي باين عليه جزء من القصه مش اكتر. وفي اجنايت بيرست او انفجار بتاع الاجنايت، وباين فيه اجنايت شامبيون وهو بيهاجم على حاجه كده احنا مش شايفينها. من كل الكروت اللي احنا شايفينها دي احنا عرفنا الاجنايت، عرفنا بس ايه هم مين، شكلهم ايه، بيعملوا ايه مع بعض. بس باين لنا كمان في كارت اسمه اجنايت فينيكس اللي متوضح لنا فيه ان لاستر راح لهم وقعد معاهم لفتره، ممكن نقول ساعدهم، هم ساعدوه. الفكره ان في تطور حصل، وبان في كارت اجنستر Prominence the Blasting Draco Slayer. هنا باين لنا شكل لاستر وهو واقف. هجومه لو فاكرين دايما فيه 50 1850 والتاني كان 1850، ده بقى اقوى شويه بقى 2850. وهو الفكره ان هو تونر لان لاستر ده تونر اصلا، زائد 1 نون تونر بندولم، وده هو الستايل بتاع الاجنستر كلهم بندولم ما عدا الوحشين الكبار بس. وده زي ما قلنا هو نتيجه اجنايت فينيكس، ده النتيجه اللي حصلت بعد الكارت ده. وباين هنا ان لاستر لابس الدرع بتاع مين، بتاع مارجريف. فخلاص ده كده نقدر نقول ان دي رحله تطوره اللي حصلت مع الاجنايت. شكرا جدا يا اجنايت، يعني تعبناهم معانا وعرفنا ان لاستر راح، ما عرفناش عمل ايه بصراحه، بس احنا عرفنا ان هو راح هناك وان هو اكتسب قوه ما من هناك وعرف يتطور شويه. نسيب بقى الناس دي ونروح للناس اللي بعدها، وهم مين؟ وهم الداينوميست. والداينوميست دول ووتر ماشين، التانيين كانوا فاير وورير، دول بقى ووتر ماشين. الاسم بتاعهم جاي من ديناصور، داينو، وميست اللي هو الضباب. وكالعادة كل واحد من الداينوميست ده بيريفير لحاجة أو بيرجع لحاجة معينة. الفرق الوحيد في دول إن دول في الحقيقة في ماستر دول اتكتب عنهم حاجة، كان ليهم في السولو مود بتاع ماستر دول كده كلمة مكتوبة عنهم. خلينا نعرف الجزء ده من القصة بالنسبة لهم. ومكتوب هنا إن في نهر كبير أو عظيم مليان مية نقية، وغابة بتسكنها مخلوقات كتيرة، وبركان كله حمم بركانية مشتعلة. هي دي الأراضي الغير مستكشفة اللي مليانة عجائب الطبيعة، فيها كائنات عايشة في بيئة فريدة ومختلفة. هي الديناصورات الميكانيكية اللي معروفة باسم الداينوميست، معروفة برضو بالمحركات البخارية اللي بتحرك أشكالها الضخمة. والمفتاح إن هم يفضلوا عايشين في البيئة البرية الكبيرة دي هي إن أجسامها معمولة عشان تناسب البيئة القاسية دي. المرة دي خلينا نبص على البيئة بتاعة الداينوميست. وقبل ما نكمل كلامنا عن البيئة بتاعتهم خلينا نتكلم عنهم واحد واحد بسرعة، عشان لما نرجع بقى نكمل القصة نبقى عارفين هو بيقول ايه. ونقول ان كل واحد من الديناصورات دي مبني طبعا على ديناصور معين. ونبدأ بدينوميست أنكيلوس اللي جاي من ديناصور اسمه أنكيلوسورس. تاني واحد هو دينوميست بريكيون، وده جاي من بريكينوسورس، لو ناخد بالنا نفس الرقبة الطويلة بتاعته كده. وبعد كده دينوميست سيراتوبس اللي جاي من تريسيراتوبس، ده برضو لو ركزنا هنلاقي شكلهم شوية شبه بعض. هما يعني عموما كل اللي هنقوله شبه بعض، ده عنده نفس القرنين مثلا، نفس شكل الوش، فمظبطينها حلو يعني متقلقوش. بعد كده داينوميست بليسيوس اللي شبه ديناصور اسمه بليسيوسورس. وبعد كده داينوميست تيرن البي سايلنت على اسم ديناصور اسمه تيروداكتيلس. مش عارف الصورة اللي احنا حاطينها دي بتدل على ايه، بس يعني دي الصورة المتاحة للكائن ده. وطبعا داينوميست ريكس على اسم تيرانوسورس، نفس الشكل طبعا، ده اشهر ديناصور موجود. داينوميست سبينوس من سبينوسورس. داينوميست ستيجاسور من ستيجاسورس. وعندنا شوية كروت ظاهرين فيها ما بتعملش قصة قوي، بس يعني بتبين لنا جزء منهم. يعني داينوميست راش مثلا جايب لنا هم بيهاجموا بسرعة. داينوميست هاولينج او العواء بتاعهم باين وهم بيزعقوا، الصوت باين كده عامل الويفز بتاعته دي. داينوميست
تشارج اللي هم بيشحنوا قبل الهجوم، ودايناميست ايربشن او الثوران، وباين هنا ان هو بيطلع نار من بقه، معرفش ان هو ووتر المفروض، معرفش ليه بيعمل كده. ونكمل بقى الكلام عن الوحوش اللي احنا قلناهم. قالك الدايناميست بليزيوس اللي عنده رقبة طويلة بينجرف مع تدفق النهر، بيمشي جوه نهر وبياخد طاقته من المية اللي بيمتصها من خلال أنبوبة موجودة في ديله. مش بس اللي بيحصل ده بيديله الطاقة اللي بتخليه يقدر يطير على الوزن التقيل بتاعه ده، بس كمان المية اللي بيمتصها والبخار ده بيعمل توازن عشان ما يحصلش فيضان في النهر. ونتيجة لده الكائنات اللي عايشين في الأرض دي محميين من أضرار الفيضانات. ودايناميست تيرن ده عمال يطير بحرية في السماء، والتوربينات اللي موجودة في جناحاته بتجمع الرطوبة اللي موجودة في الهواء وتولد الطاقة اللازمة ان هو يعرف يطير بسرعة عالية. وبيبرد الغلاف الجوي بخار المية اللي بيطلع منه، فبيتحول بعد كده لسحب ممطرة بترطب الأرض. غير الكائنات اللي بتطير وبتعيش في المية، خلينا نبص بقى على الديناصورات اللي عايشة على الأرض ونلاحظ ان عددهم كبير، زي سيراتوبس وستيجوسور اللي بيطلعوا غبار كبير قوي لما بيدوسوا على الأرض عشان حجمهم الكبير. وهم مش بينافسوا بعض في حاجة، بالعكس هم شغالين كأنهم دورية بتحمي المنطقة. سيراتوبس بتستخدم النتوءات الحادة اللي موجودة في جسمها عشان تسحق الصخور اللي بتحدفها الانفجارات البركانية، عشان تخلي الأرض سهلة أكتر للأصحاب بتاعها أو للديناصورات التانية إن هم يمشوا عليها. والستيجوسورس عنده زعانف موجودة على شكل سيوف بتراقب المناخ اللي موجود. الزعانف دي بتحس بالتقلبات الجوية في درجة الحرارة والرياح، وتشوف لو في خطر بيتشكل على الأرض عشان تلحق تبلغ بيها زملائها. وفي مكان بقى في حتة الدايناميست، الحتة اللي بيعيشوا فيها خطير جدا، وهو حزام البراكين. ونسيب ده ونروح بقى للكائنات اللي بتتنافس على الزعامة، اللي هم سباينوس ودايناميست ريكس. الاتنين عندهم محركات بتقدر تحول الطاقة البخارية لكهرباء، وأقوى من الكائنات التانية. بس لما يجي كائن أجنبي أو حد محتل، هما الاتنين بيتحدوا مع بعض عشان يحموا الأرض بتاعتهم، وهو ده دورهم كزعيمين موجودين للأرض. ونقول إن هما بيساعدوا بعض عشان يعيشوا في الأرض دي بسلام. ده إيه اللي نقدر نقوله عن الدايناميست. مفيش قصة قوي زي ما قلنا، بس احنا عارفين بقى بعد كل الكلام اللي قلناه ان لاستر راح لهم هناك، وطبعا حصل تطور او جزء من التطور ليه. التطور ده حصل في كارت اسمه دايناميك باور لود، اللي هنشوف هنا ان هو خد من الدروع بتاعة بليزيوس وخد من الدروع بتاعة ستيجوسور عشان يكونوا كائن جديد، وهو داينوستر باور ذا مايتي دراكو سلاير، اللي بين لنا فيه لاستر بالشكل الجديد بتاعه اللي هو الفيوجن. المرة اللي فاتت كان كارت سينكرو وكان عمل تيونينج مع الوحش التاني، هنا الوحش ده عمل فيوجن وبرضه محتاج وحش بندولم، لان برضه الدايناميست كلهم بندولم. فاحنا كده عرفنا الراجل ده عمل ايه. وطبعا 2950 الخمسين المميزة اللاستر دي موجودة معانا لسه زي ما هي. نسيبه ونروح على تالت مجموعة اللي هم مين؟ اللي هم الماجي سبكتر. والماجي سبكتر هي مجموعة مميزة بان هي ويند سبيل كاستر. كده احنا عندنا فاير وورير، وعندنا ووتر ماشين، وعندنا ويند سبيل كاستر. الكلمة جاية من ايه؟ جاية من ماجستيك وجاية من سبكتر. ماجستيك بمعنى حاجة وهمية كده خطيرة، وسبكتر جاية من كلمة شبح. مين هم كائنات الماجي سبكتر؟ الكائنات دي هي أشباح ويند ليها علاقة شوية بالحيوانات، أو كل واحد جاي من حيوان معين، وكل واحد اسمه جاي من كائن أسطوري. ونبدأ بأول واحد هو ماجي سبكتر كات نيكوماتا. والنيكوماتا دي المفروض إن هي قطة جاية من الفولكلور الياباني، والمفروض ان هي قصة اسطورية عن القطة دي اللي هي وحش من وحوش الجبال اللي اكلت ناس كتير في وقت واحد، وقصة طويلة قوي بقى للي عايز يدور عليها. الفكرة ان هي القطة، وانهي قطة؟ القطة ايه؟ نيكوماتا. تاني واحد هو ماجي سبكتر كرو. ولو قلنا كرو هنقول مين؟ هنقول ياتا. ياتا ايه؟ ياتا جراسو. ايوه ياتا جراسو، اللي هو وحش ياتا جراسو، جاي اصلا من كلمة ياتا جراسو اللي هو ايه؟ اللي هو غراب أسطوري بيتقال ان هو إله بيقود الناس في حضارة اسمها الشينتو، ومشهور ان هو الصورة بتاعته دايما فيها 3 رجول. نروح على اللي بعده اللي هو ماجي سبكتر فوكس كيوبي. والكيوبي اللي هو ايه بقى؟ لكل متفرجي ناروتو، الكيوبي هو المعروف ان عنده 9 ديول زي الصورة اللي احنا شايفينها دي، اللي ممكن ما تبقاش واضحة، ممكن دي تبقى صورة اوضح كمان شوية، بس هو ده الاصل بتاع الوحش بتاعنا. ولو ركزنا نلاقي الديول بتاعته مستخبية شوية في الصورة مش شايفينها، بس ايه، احنا واثقين في اسم الكلمة خلاص. وبعد كده عندنا ماجي سبكتر بوركيوباين او الانفد، اللي جاي من كائن اسمه ياماراشي زي اسمه بالظبط، وده مش مكتوب عنه كتير غير ان هو كائن اصله من الفلكلور الياباني برضو. ده هو
الياما أراشي، ولو دورت عليها هتلاقي حركة موجودة كمان في الجودو، فيعني من غير ما نقعد ندور عليه كتير هو اسم الكائن جاي من هنا. نروح على ماجسبكتر راكون بانبوكو، والمفروض ان ده برضو جاي من الفولكلور الياباني، والمفروض ان هو عنده قوة ان هو يقدر يتحول لأي حاجة ويكافئ بيها الناس اللي كانت بتساعده. ماشي يعني اوكي. بعد كده ماجسبكتر تود او اللي زي الضفدعة اوجاما، والاوجاما ده ضفدع اسطوري او تود اسطوري زي ما احنا شايفينه في الصورة هنا، وبرضو جاي من الفولكلور الياباني، وانا اعتقد ان معظمهم فولكلور ياباني. وبعد كده عندنا ماجسبكتر يونيكورن، وطبعا احنا عارفين اليونيكورن مش كائن حقيقي. اسمه ايه؟ اسمه كيرن، جاي من كائن اسمه كيلن. ده بقى ظهر من الميثولوجي الصينية. شفت النكتة؟ يعني لسه عمال اقول لك تقريبا كلهم ياباني، لا ده جاي من الميثولوجي الصيني، وشكله زي الصورة اللي احنا شايفينها دي. وبيقول ان هو بيظهر مع وصول او وفاة حد حكيم او حاكم مشهور، ده الوقت اللي بيظهر فيه الوحش ده. وكيرن ده هيكمل معانا شويه لان هو مختلف عنهم سنه كده، هيبان لنا لسه قدام. وبعدين الماجسبكتر اورثوروس نيو، وده اول كارت لينك فيهم. وهنا جاي منين؟ جاي من كائن اسمه نيو، ده من برضو الميثولوجي الياباني، وهو كائن كده ايه زي الكايميرا، جسمه جسم نمر، وش قرد، وعنده ديل تعبان، وده بالظبط اللي احنا شايفينه في شكل الوحش الاصلي. والحته اللي جايه دي بقى دي انا من عندي، يعني دي مش مكتوبه في حته، بس ده تخيلي الشخصي للموضوع، ان هو خد من كل واحد من الكائنات اللي هناك، عرف ياخد منه حاجه، يعني عرف يغير الدرع بتاعه، عرف يتطور شويه، ما عدا الماجسبكتر هنا ما حصلش الفيوز او السينكرو، ما عملش ولا سينكرو معاهم ولا فيوز معاهم، هو عمل حاجه تانية، هو عمل اكسيز، عمل اوفرلاي. فهنلاقي في ماجستي بيجاسوس باين لنا هنا كل الكائنات واقفين تحت، والبيجاسوس اللي هو كيرن ده بيتطور كأن بيحصل له، بيطلع له حاجه، جناحات زياده بتطلع له من هنا. وهنقول ان الكائنات دي في اعتقادي الشخصي بقى ما عملتش زي الكائنات التانية اللي هي سابته يروح يحارب لوحده وخلاص. ممكن نقول هنا ان هو رجع تاني عشان يعرف يواجه الفيكتور مره تانية، بس لما رجع له كان الكائن ده بقى مختلف شويه، كان بقى ماستر بندولم ذا دراكو سلاير. الصوره الاصليه بتاعته اتطورت والجون بتاعه زاد 100، وهنلاقي ان مكتوب عليه لاستر بندولم ذا دراجون سلاير. هو اسمه بقى ماستر بس هو بيتكلم عن لاستر، بيكمل رحلته عشان يكشف اسرار الدراجون الكيمي او السحر بتاع تحول التنانين، وهو متاكد ان ده هيبقى المفتاح عشان يشيل اللعنه اللي موجوده على الذاكره بتاعته. احنا قلنا ان هو فاقد الذاكره، وقوته بتفضل تزيد تقريبا لغايه ما بقت نفس القوه اللي بيستخدمها الدراكو فيند اللي هو فيكتور. احنا مش عارفين، بس في نفس الوقت فيكتور هو كمان اتطور وبقى ايه، وبقى ليكتور. شوف هي حاجه مضحكه بس ما علينا، فيكتور بقى ليكتور وزاد 100 نقطه بقى 1950. وبيبان لنا هنا ان هتبتدي تحصل معركه بين ماستر بندولم وبين ليكتور، هما الاثنين هيبتدوا يواجهوا بعض. بس احنا عارفين ان ليكتور مش لوحده، ليكتور معاه الكائنات اللي قدر يحولها قبل كده بالدراجون الكيمي. لو فاكرين احنا قلنا اصلا دي كانت اصل المشكله كلها. مين بقى الكائنات دي؟ الكائنات دي هي الامورفج، ودي ايرث دراجون بندولم. وجايه منين الكلمه بتاعتها؟ جايه من امورفيوس. الامورفيوس دي هي الحاجه الغير متبلوره، يعني الحاجه اللي ملهاش شكل واضح، ملهاش شيب كده معين، ملهاش شكل معين. والكلمة التانية هي بكتيريوفيج أو البكتيريا، فالكلمة على بعضها هي البكتيريا اللامتبلورة اللي ملهاش شكل معين. وهنا فيكتور أو ليكتور حسب بقى ما هو اسمه إيه، عمل كائنات جديدة. الكائنات دي هم 8 في البداية، هم 7 كائنات، كل واحد منهم بيمثل خطية من الخطايا ال7. للي شاف للي شاف، مش هقول اللي شاف فيلم 7، للي شاف الإعلان بتاع ميلودي اللي بيتريق على فيلم 7 الخطايا ال7. بس يعني لو شفت 7 او كده، هو ان في حاجه يعني ان في 7 خطايا اساسيين ومنهم كل خطايا بتطلع. فهم بقى الكائن ده لما جه عمل الامورفج دول، عمل الكائنات دي وكل واحد بيمثل خطيه من الخطايا. وخلينا نمسكهم بالترتيب ونبدا بامورفج جلوتوني، اللي على فكره انا عايز اقول بس ان الامورفج دول هم الفلود جيت بيفور تو سكول، فاهم يعني؟ هم كانوا الكائنات اللي بتقفل لك الدنيا خالص على اللي قدامك. فالكائنات دي ليها دايما افكت ان لما يتعمل لها بندولم او فليب
سامن مفيش حد يقدر يستدعي من الاكسترا ديك الا امورفج مونسترز، ده كده كده الافكت بتاعه. وطول ما الوحش ده في البندولم بيبقى ليه افكت معين بيختلف من واحد للتاني، غير كده انك لازم تتريبيوت وحش او تدمر الكارت ده. فطبعا هنقول بقى واحد واحد فيهم لما نيجي نتكلم عنه الفلوت جيت بتاعه ايه. المهم نبدا بالجلوتوني في الاول، اللي باين عليه حيوان وهو الفلاي، يعني الكائن اللي حوله هو حول الدبانه. والجلوتوني هي الشراهه او خطيه الشراهه، الاكل الكتير. اول خطيئه الفجع. ولو عايز تفصيله بقى جميله جدا زياده كمان، ان الوحش ده اسمه في الاو سي جي جاستر مش جلوتوني. وجاستر جايه من ايه؟ جايه من دروسوفيلا ميلانوجاستر او ذبابه الفاكهه، فهو الاسم جاي على اسم الحشرة. بس بص العبقرية بقى بتاعتهم بصراحة حلوة جدا. احنا قلنا جاستر اللي هي ذبابة الفاكهة، وجاية بقى من اسم تاني اسمه جاستريمارجيا، فهو جت جاستر في الأول آخر الحتة بتاعت ذبابة الفاكهة، وبداية الكلمة بتاعت جاستريمارجيا اللي هو ايه؟ اللي هو داء المعدة أو وجع البطن اللي بيجي، اللي هو ممكن يكون بيجي منين؟ من الشراهة، لأنك بتاكل كتير فبطنك بتوجعك. فبصراحة ظابطينها ظابطة حلوة جدا 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 يعني. المهم ان هو ده الجلاتني او الشراهه، ونقدر نقول ان الدبانه مش عارف بتاكل كتير مثلا، مش عارف كائن صغير قوي. نروح لتاني واحد معانا وهو امورفج ليتشري او الشهوه، ممكن تقول ان هي حاجه ليها علاقه بالشهوه الجنسيه. تالت خطيئه الشهوه او اللاست يعني بالانجليزي. الاسم بتاعه جاي من لكس ده في الاو سي جي، ولكشيريا معناها لاست في اللاتيني. والحيوان اللي جاي منه هو السكوربيون او العقرب، وده هناخد بالنا من الايدين اللي طالعه من الكائن ده. نسينا بس نقول الافكت بتاع الجلاتني في الاول، ان طول ما الوحش ده موجود في البندولم وانت عندك امورفج مونستر، الوحوش ما تشغلش الافكتس بتاعتها غير الامورفج مونسترز. الليتشري بقى اللي هو بعده على طول ما انت برضه ده موجود وعندك امورفج مونستر، خصمك ما يعرفش يشغل كروت سحر ولا افكتات سحر، يعني حتى لو كارت فيس اب موجود ما ينفعش يشغل الافكت بتاعه. ده بالنسبه لليتشري. اللي بعده هو انفي او الحقد، والافكت بتاعه ان محدش يعرف يشغل اي تشين لينك 2 او اكتر، بيقفل التشينز تماما. واسمه في الاو سي جي كافيوم، اللي جايه من الكلمه اللاتينيه للهولو او الكافيتي او الديبريشن، الاكتئاب او الفراغ، اللي الكلمه دي بتتلخبط مع الاكتئاب المرضي، بس هي ممكن تكون معناها انك فراغ، فحاسس ان عندك حاجه فاضيه كده، فاللي هو ايه بتحقد على الناس التانية عشان مش عندك، ممكن يكون ده المعنى المقصود بيها. والحيوان اللي طالع منه هو السكويد او الاخطبوط الحبار، اللي هو طالع منه الحاجات الايدين الكتيره دي. اللي بعده على طول امورفج جريد او الجشع. رابع خطيئه الطمع. خلاص يا عم فهمنا. طبعا ده شارح نفسه، وده جاي من الهيدج هوج الحيوان بتاعه اللي هو الانفد، واسمه في الاو سي جي هو بليست، اللي جايه معناها جشع عادي في اليوناني. اما الافكت بتاعه ان محدش يعرف يشغل كروت فخ الا كروت الامورفج. اللي بعده هو راث، اللي هي الغضب. كفايه يا وديع انا اشتريت خلاص. وده جاي من الذئب، والكلمه بتاعه اورج او اورج، واورج دي معناها برضو راث او غضب في اليوناني. والافكت بتاع الكارت ده ان محدش يعرف يضحي بوحوش الا وحوش الامورفج، يقفل عليه التريبيوت خالص. هم حلوين يعني، انا نفسي ينزل لهم سبورت بصراحه، الجرود دي جامده قوي. بعد كده عندنا امورفج برايد، وبرايد معناها الكبرياء. تاني خطيئه الغرور، واحده برضو من الخطايا السبعه. الافكت بتاعه ان محدش ياخد اي افكت دامج خالص. والكائن هو النسر، والكلمه بتاعته في الاو سي جي ايبر تقريبا، جايه من هايبر فانيا، اللي هو مفروض مكتوب ان هي معناها الكبرياء برضو في اليوناني. واخر واحد من سبعه هو السلوث او الكسل. الافكت بتاعه انه محدش يعرف يزود او ياخد كروت من الديك لايده، يعني ما ينفعش يسحب باي طريقه من الطرق. وبرده اسمه في الاو سي جي ليه علاقه برده بنفس الكلمه، هي السلوث. والحيوان بتاعه هو الدب. وناقص لنا كده بعد ما خلصنا الكائنات دي كلها كائن واحد بس، وهو الكائن الثامن. الكائن الثامن ده اللي هو مين؟ اللي هو جولايث، امورفج جولايث، اللي هو الاكتر واحد فيهم ليه نجوم وهجوم 2750. وهنا الاسم الياباني بتاعه اللي هو ريتم، ودي كلمه لاتينيه معناها الولا حاجه او الورثلسنس، اللي هو الحاجه التي لا قيمه لها، او الغرور المنفوخ على الفاضي، اللي هو اصلا مسمينه على اسم جليوت. يعني عارفين القصه بتاعت زمان جليوت اللي هو كان نافخ نفسه ورايح، هي نفس الفكره مسمينه الاسم ده. فهو ده بالذات مش خطيه، ده بالذات مش واحد من الخطايا السبعه. وبعد كل اللي احنا قلناه ده، جه الوقت ان احنا ناخد خطوه لورا ونراجع شويه الكروت عشان نفهم فيها اكتر. وعايزين بقى نبدا بكذا حاجه نبص عليها في الموضوع ده. اول حاجه عايزين نبص على لاستر بندولم ذا دراكو سلاير، ونبص كمان على ليكتر بندولم ذا دراكو اوفرلورد، الاثنين دول.
ونبص في خلفيه الكارت هنلاقي فيه باترن معين كده، شكل معين موجود في خلفيه الكارت ده. تمام، شفنا الخلفيه. تعالى بقى نروح على الامورفج اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنهم دلوقتي، ال8. كل واحد في الخلفيه بتاعته هنلاقي بالظبط نفس الشكل ده بس مع اختلاف اللون، وكل لون حسب اللون بتاع الوحش نفسه، احمر بقى، برتقاني، وهكذا. ده بيقول لنا ان الشكل ده بيدل على حاجه. بيدل على ايه؟ ممكن يكون بيدل على الدراجون الكيمي. كل الكائنات دي المفروض دراجونز، واحنا قلنا ترو دريكو، قلنا دريكو اللي هي دراجون، فده ممكن يكون هو الدراجون الكيمي اللي بيحولهم. احنا شايفين دلوقتي كل الامورفج متحولين. في نفس الوقت احنا مش عارفين لسه لاستر وفيكتور دول جم منين. احنا عارفين بس ان الكائنات دي جت، بيقول لك ممكن القوه دي تكون جت من دايمنشن تاني. جميل، ركزوا في حته دايمنشن تاني دي عشان في الاخر احتمال تبقى ليها علاقه بقصه تانية كبيره جدا. طيب عرفنا كده. تعال بقى نشوف فيكتور او ليكتور. هنلاقيهم هما الاثنين ماسكين عصايه في ايديهم، بس هيبان اكتر في الكارت بتاع فيكتور ان العصايه اللي هو ماسكها في ايده دي فيها كور كده معين، فيها حاجه زي جوهره معينه. ما تفهمش بقى دي بتدي طاقه بتاخد طاقه، احنا مش عارفين. بس هنلاقي كمان كل واحد من الامورفج عنده نفس الجوهره دي، وده يقول لنا ان الجوهره دي هي اللي بتحولهم، هي الحاجه اللي مغروسه في جسم الكائن ده اللي بتديله قوه ان هو يتحول، او زي ما قلنا الدراجون الكيمي اللي بتحوله لكائن تاني مشوه او مينيون او فيند زي ما قلنا قبل كده. كمان نركز في كل واحد من الامورفج ان جسمه فيه عيون كده طالعه في كل حته، ودي برضو ليها علاقه شويه بنفس العيون اللي موجوده على الجسم بتاع ليكتور. فاحنا كده اللي نقدر نفهمه ان ليكتور عنده قوه ان هو يحول الكائنات لتنانين مشوهه او فيند دراجون او مينيونز يبقوا تابعين ليه. ليكتور نفسه دراجون وعنده ديل تنين وعنده عيون على جسمه، وماسك في ايده عصايه او هنلاقيها زي ما قلنا في كارت فيكتور اكتر، فيها كور معين، فيها لون معين لجوهره، دي تقريبا اللي بتديله الطاقه، وغارسها في كل واحد من الامورفج. طب اللون بتاعه هو لون مين؟ اللون بتاعه قريب شويه للون بتاع جولايث. هنلاقيه هما الاتنين مدين على بنفسجي شويه، واحنا قلنا كمان ان جولايث ده مش واحد من الخطايا السبعه الرئيسيه، فواضح ان جولايث ده شويه مختلف عنه. طب جميل قوي، احنا كده وقفنا ان الكائن ده عرف يشوه التنانين ويخليهم معاه بطريقه ما، وعرفنا من ناحيه تانية ان لاستر راح لثلاث قبائل، الاجنايت والداينوميست والماجي سبيكتر، وعرف ياخد قوه او يزود قوته من كل واحد فيهم، ولقينا تطور لكل واحد من الكائنات دي قبل كده. حته بقى مهمه عايزين نشوفها تاني في لاستر بندولم برضو ذا دراجون سلاير، هو وفيكتور او هو وليكتور، عشان ليكتور باين اكتر بقى في الحته دي، ان كل واحد فيه على صدره هنا تنين صغير. احنا مش فاهمين التنين ده ايه بالظبط، بس في تنين هنا وفي تنين هنا. عايزين بقى نسيب ده ونرجع كذا خطوه لورا. لانهي كروت؟ نرجع للكروت بتاعه التحول بتاعه كل واحد منهم. لو رحنا مثلا على دايناميك باور لود وهو بياخد قوه التحول او هو بيتحول لكائن من كائنات الداينوميست، هنلاقي التنين الازرق طاير في الهواء. في حاجه بتحصل هنا وقت التحول، في قوه بياخدها والتنين بتاعه لونه اتغير على لون الووتر بتاع الدايناميت. نسيبه ونروح مثلا للاجنايت ونشوف الكارت اللي كان بيتحول فيه. في الاجنايت هنلاقي التنين هناك موجود عليه، وبرده في اللون بتاعه عامل كمان الشكل بتاع تنين كبير كده وراه، ودي القوه اللي هو بياخدها. طيب ده بيخلينا نتخيل حاجه مش متاكدين منها قوي. التنين اللي موجود عنده بياخد طاقه، وفي تنين تاني بينزل منه، او الطاقه اللي بياخدها دي بينفصل منه جزء من التنين بتاعه بالطاقه اللي هو خدها. ليه بنقول كده؟ هيبان برده كمان شويه. معلش هي الدنيا لخبطت بس هتتلم كلها ايه مره واحده في الاخر. نرجع بقى للمعركه بتاعه الامورفج. احنا قلنا ان الماجي سبيكتر ما كانوش من الكائنات اللي شبه التانيين قوي. ليه؟ هنشوف دلوقتي. هنلاقي في كروت زي ماجي سبيكتر ستورم مثلا، وماجي سبيكتر تمبست، وماجي سبيكتر سايكلون، وتورنيدو، وسونيكس. كل الكائنات دي بتهاجم على مين؟ هي بتهاجم معاه على الامورفج. احنا قلنا ان هو خلاص راح قرر ان هو يواجههم، بس هو هنا ما راحش لوحده. هنلاقي كارت ماجستي بيجاسس. كل الكائنات بتدي قوة لكائن واحد بس، اللي هو مين؟ اللي هو كيرن. وهنا ده الفرق اللي حصل بينه وبين التانيين. في كل الكائنات التانية هو اتحول وخد فورم معاهم، ما عدا الماجي سبيكتر. الماجي سبيكتر هنا هنلاقي في ماجستي بيجاسس زي ما بنقول الكيرن هو اللي بيتحول وبيطلع له أجنحة كبيرة، أو هو نفسه اللي بيبقى أقوى. بس الكارت بتاع التطور هو ماجستر بالادين ذا اسندنج دراكو سلاير، وهنا لاستر راكب على كيرن. وده شوية نوعا ما لطيف في فكرة ايه؟ في فكرة ان هو اكسيز، يعني هو مش بيندمج معاه، هو فوقه اوفرلي، فهو كأنه راكب معاه. بس هنا كيرن لسه محتفظ بشخصيته الخاصة بيه، ما فيهاش اي مشكلة. وبرضه
هنلاقي شكل التنين اللي على صدره هنا لونه اخضر زي لون الويند بالظبط، فزي ما بنقول كل تنين بياخد اللون بتاع الاتريبيوت بتاعه. المهم ان ده هو التطور اللي خده، ما اندمجش معاه خالص. وهنلاقي في كارت بعد بقى بيجاسوس لما التنين بقى قوي شويه، هنلاقي في كارت اسمه ماجيسبكتر جاست وهو بيهاجم على الامورفيدج معاه. ده اللي بيقول لنا هنا ان الماجيسبكتر هم الكائنات الوحيده اللي راحت هاجمت معاه على الامورفيدج، احنا ما شفناش ولا كائن تاني من الكائنات بيهاجم على الامورفيدج معاه. كارت بس نتكلم عنه سريعا ما اتكلمناش عنه، هو امورفيدج انفكشن. باين لنا هنا الانفكشن بيحصل ازاي. هنلاقي هنا الرد اللي معاه زي ما احنا شايفين كده حاجه شبه الفيروس، انفكشن فاهم، انفكشن اللي هو عدوى ممكن تبقى عدوى فيروسيه، والكائن او الرد اللي بينزل ده بينزل في الكائن على طول زي ما احنا شايفين في ديل الانفد هنا نزل فيه وبدا يحوله، ونزل هنا على السكوربيون او العقرب وبدا يحوله برضو. فده الحته اللي بيتحول فيها الكائن للكائن الشرير للمينيون بتاعه. ليه طب بنقول الحته دي دلوقتي؟ بنقول الحته دي دلوقتي عشان تفكرنا بجزء تاني، ان لاستر وفيكتور الاتنين تقريبا قريبين لبعض قوي قوي، شبه بعض في حاجات كتير، والخلفيه بينهم موجود فيها برضو نفس الخلفيه بتاعه التحول اللي هي عندهم قوه الدراجون الكيمي. بس اللي نقدر نقوله هنا ان في الوقت اللي فيكتور كان فيه بيحول الكائنات دي لكائنات شريره، ممكن نقول ان لاستر كان بيستخدم نفس القوه دي ان هو يخلي التنين التاني اللي يطلع منه يطلع، بس يطلع كائن او يعمل يعني الدراجون الكيمي او يحولهم لتنانين، بس الحاجه كويسه لسه هنشوفها قدام. احنا بس بنربط ان الكائنين دول ليهم علاقه ببعض. لاستر بيعرف يحول الكائنات وفيكتور بيعرف يحول الكائنات. فيكتور حول الامورفيدج، لاستر عرف يحول شويه حاجات للثلاثه الماجيسبكتر والاجنايت والداينوميست، وهنا راحوا يواجهوا بعض زي ما قلنا. الماجيسبكتر كانوا بيساعدوا لاستر في الهجوم عليه، وهنلاقي في كارت اسمه دريكو فيس اوف المواجهه بتاعه الدريكو او الدراجونز. لاستر هنا رايح، احنا هسميه لاستر لان هو اسمه لاستر بالنسبه لي، والتاني اسمه فيكتور، وبعدين ايا كان التطور بقى ايه مش مهم، المهم اسمهم كده. المهم دراكو فيس اوف هما الاثنين واقفين وفيكتور قاعد على العرش بتاعه، والمواجهه بدات بعد ما عرفوا يعدوا مرحله الامورفيدج اللي كانوا بيحموه. وبعد كده على طول هنلاقي في كارت امورفيوس بيرسونا المواجهه وصلت لحد فين. لما نركز على الكارت بتاع امورفيوس بيرسونا هنلاقي حاجات كتيره جدا جدا جدا. اولا ماستر بندولم قاعد على الارض كانه تعبان او مرهق من المواجهه، وهنا من الناحيه التانية في ليكتر واقف ومش فاهم في ايه اللي بيحصل. وهنلاقي كائنات كتير قوي من الامورفيدج مرميين على الارض مهزومين، والستاف او العصايه اللي كانت في ايد ليكتر دلوقتي طايره في الهواء وبتمتص الطاقه من كل الكائنات الامورفيدج المهزومه. عشان كده زي ما بنقول الحاجه اللي كانت موجوده في ايده دي هي اللي كانت بتديله الطاقه، وكانت بتدي للكائنات التانية كلها قوه الدراجون الكيمي. ماشي جميل. دلوقتي لما هم اتهزموا كلهم وبدا ليكتر يبقى اضعف شويه، العصايه دي اتصرفت لوحدها وبدات تطير وبدات تمتص القوه بتاعتهم كلهم. وهنلاقي كمان في نفس الكارت ان التنانين اللي موجوده على صدرهم هما الاثنين كانها بتتحرك بتطلع منهم، احنا لسه مش فاهمين ليه بالظبط. في الوقت اللي ليكتر كان قرب يتهزم فيه خلاص احنا شايفين الستاف طلعت، بس احنا مش فاهمين الستاف بتعمل قوي ايه، والعصايه عماله تمتص قوه الكائنات من الناحيه الثانيه. هنلاقي نتيجه ده في كارت اسمه امورفيدج لايسس او تحلل الكائنات، وهنا عمالين يسيحوا، وواضح ان الحاجه الفيروسيه بتاعت الدراجون الكيمي منوره هنا تقريبا عشان قوتها بتتسحب بتروح للكائن التاني، فالكائنات الامورفيدج الشريره او الوحشه دي عماله تسيح كلها. نتيجة الكارت ده ظهرت في أمورفاكتور بين ذا إيماجينيشن دريكو أوفرلورد، وهنا باين الستاف أو العصاية اللي فيها الكور البنفسجي اللي كان موجود ده لأول مرة بيخش في فيكتور. فاحنا عارفين ان فيكتور كان دايما ماسكه في ايده، المرة دي مش ماسكه في ايده، المرة دي دخل جواه وخلاه يتحول زي الكائنات التانية. بس التحول اللي حصل ده هنا المفروض مكتوب يعني اونلاين ان هو التحم هنا بجولايث، بس انا ما اعتقدش ان هو التحم بجولايث، وبرده كان في حد تاني كاتب كده وانا مقتنع بالرأي ده، لان هو ده اولا شبه راث شويه. اللون البنفسجي كان كده موجود مع فيكتور في الاول، فمش محتاجين نقول بالبنفسجي ده عشان جولايث. وليه؟ عشان سبب تاني هنقوله كمان شويه، بس احنا كمان شكل الكائن ده قريب شويه لشكل الراث. قبل ما اكمل لك المعركه عايز اقول لك ان كل اللي احنا قلناه ده كان مودي على حاجه ليها علاقه بقصه الدول تيرمينال برضو، بس انا مع الاسف مش هينفع اقولها قوي عشان ما احرقهاش للي ما كانش شايف القصه او لسه مش عارفين اللي احنا ما اتكلمناش عنها. بس انا عايز اقول لك تفتكر معايا كويس ان كل واحد من الامورفيدج كان ليه لون معين، لون لكور معين، بما فيهم ليكتر ولاستر، فهم 10 كائنات جاي من دايمنشن تاني زي ما قالوا على الكارت بتاع فيكتور لما قالك احنا مش عارفين القوه جت منين، جت من دايمنشن مختلف. وفي جزء في الدول تيرمينال كده هنلاقي ان احنا مش عارفين
المعركة راحت فين، الكائن ده اختفى واحنا مش عارفين الكائن ده كان فين او مين، واحتمال يكون راح لدايمنشن تاني. مش هحرق عليكم الاحداث هناك يعني او مين ده او الكائن ده جاي منين او كده، بس اللي عايز اقوله ان ممكن يكون كل اللي احنا بنحكيه ده هو مجرد جزء صغير خرج من الدول تيرمينال وعمل قصة كاملة لوحده على جنب. حاجة مثلا للناس اللي عارفين القصة، مثلا ان الاسم الاصلي بتاع امورفاكتور بين ذا ايماجينيشن دراجون اوفرلورد ده هو اصلا امورفاكتور سايكو ذا فويد دراجون ديمون كينج. وفويد دي بتفكرنا بكروت الفويد اللي موجودة برضو في الدول تيرمينال، اللي فيه كلمة فويد كانت متقالة عن حاجة ليها علاقة بان الكورز بتروح في حتة تانية. المعركة دي بتكمل في كارت اسمه فورج اوف ذا ترو دريكوز او تكوين الترو دريكوز، الدريكوز الحقيقيين. وهنا هنشوف امورفاكتور بين واقف في ناحية وماستر بندولم من الناحية التانية، والاتنين بيهاجموا على بعض. وخلينا نركز في تفاصيل الكارت. هنا الهجوم قوي من ناحيته وبيهاجم وبيضرب عليه، وفي نفس الوقت التنينين اللي احنا قلنا عليهم من شوية اللي كانت على صدر كل واحد، الاتنين طلعوا فوق وبيندمجوا مع بعض عشان يعملوا حاجة جديدة. الهجوم ده كانت نهايته ايه او رايح في انهي اتجاه؟ قبل ما نكمل عايزك تاخد بالك من كذا حاجة. ان الكائنات اللي احنا اتكلمنا عنها بتاعت الداينو والماجسبكتر والاجنايت مش موجودة بتحارب معاه، احنا ما شفناش اصلا في المعركة. هما كان في كائنات اتطورت بس مش موجودة حاليا. وهنا تقريبا لان ده مش موجود قوي، الفورج اوف ذا ترو دريكوس بيودينا لحتتين. اولا الفورج بتاع الاندماج، نتيجة المعركة المباشرة هنا ان الاتنين هاجموا على بعض بس ما انتهاش بهزيمة حد فيهم، هو انتهى بماستر بيس ذا ترو دراكو سلاير، وهو اندماج الامورفاكتور بين مع الماستر بندولم بتاعنا عشان يطلع لنا الماستر بيس ترو دراكو سلاير، اللي هنلاقي فيه شوية تفاصيل حلوة قوي. زي مثلا ان على صدره هتلاقي التنينين اللي احنا شفناهم، وهتلاقي الاجنحة بتاعة ده وبتاعة ده الاتنين موجودين، وهنلاقي السيف بتاعه موجود في ايده. هنلاقي كمان نفس الشعر بتاع فيكتور وبتاع لاستر الاتنين عاملين هنا. يعني الكائن ده من الاخر هو ده كان الكائن الاصلي، الكائن اللي انفصل الاتنين قبل كده، كائن شرير وكائن طيب، بس الطيب مش فاكر حاجه، وواضح كمان ان الشرير ما كانش فاكر حاجه. منها بدأ الشرير يمشي في اتجاه الشر بتاعه ويسيطر على الكائنات كلها، ومنها الطيب حاول يوقفه ويحاول يرجع ذاكرته لحد ما رجعوا هما الاتنين اندمجوا في الكائن الاساسي اللي هو ماستر بيس. بس في حاجه تانية بقى مهمه جدا. فاكرين التنانين اللي احنا قلنا ان هي اتثبت قبل كده عند كل قبيله من القبائل الثلاثه اللي قلناهم؟ قلنا في تنين كده صغير كان بيطلع. انا اعتقد وده برضو كان حد كاتبه قبل كده وشايف ان هو منطقي، بس مش مكتوب في اللور الاصلي للقصه، اللي انا اصلا مش عارف بنجمعه منين، متلخبطه جدا القصه دي، ما حدش كاتب لها قصه كامله على بعض ابدا. انا اعتقد كمان ان الكارت ده اللي هو فورج اوف ذا ترو دريكو ادى لظهور كمان 3 ترو، اللي هم مين؟ اللي هم ماجستي ميدن ذا ترو دريكو كاستر، اللي هي كانت سبيل كاستر لو تفتكروا، فبقت دراكو كاستر. وداينومايت نايت ذا ترو دراكو فايتر، ده اللي هو كان ماشين. واخر واحد هو اجنس هيت ذا ترو دراكو وورير، اللي هم كانوا وورير. بس الثلاثه اللي طلعوا دول هم الثلاثه بقوا ورم، والورم ده كائن شويه قريب للتنين، يعني هم التنين والورم شكلهم قريب لبعض شويه. خلينا بقى ناخد الفكره. اولا كلهم اسمهم في ترو، فالفورج او اوف ذا ترو دريكو، التكوين بتاع الترو، ممكن يكون ده خلى التنانين الصغيره تتطور بقى وتبقى هي كمان ترو دريكو فايتر، ترو دراكو كاستر، ترو دراكو وورير، طورتهم هم الثلاثه. وفي نفس الوقت ظهرت الشكل الرئيسي كمان لماستر بيس ذا ترو دراكو سلاير. فهي خلاص التروز اللي موجودين، الكائنات الترو اللي موجوده كلها ظهرت كده عندنا بعد الفورج بتاعهم، بعد التكوين بتاعهم. واخيرا كائن تاني موجود ما نفهمش بصراحه الكائن ده ليه جه او موجود ليه، وهو ديريوس 3 اللي هو جاي من داريوس، اسم ملك كده تقريبا، ذا ترو دراكو كافلري جنرال. بس في مشكله في الكارت ده ان هو ايرث، احنا ما كانش عندنا كائنات ايرث موجوده في القصه دي كلها. الاعتقاد الاكبر ان ده طلع نتيجه للامورفج، لان دول الوحيدين اللي كانوا ايرث موجودين في الحكايه دي. هل ده حقيقي ولا لا؟ مش موضحين خالص الموضوع ده. بس داريوس 3 ده كان الكائن الرابع ترو برضو، فطلع من الفورج المفروض معاهم او اتطور من الفورج. وهنلاقي فيه تنين صغير لونه احمر طاير على الجنب ده، احنا مش عارفين بصراحه هل التنين ده تنين من التنانين اللي كانت بتتطور في الوقت ده، ولا ده تنين من تنانين الامورفج.
مش باين قوي في الكارت، بس اللي احنا متاكدين منه ان ده كمان ترو، وان ده كمان طلع بعد الفورج، وان هو بقى واحد من الاربعه التانيين اللي اتكلمنا عنهم لغايه دلوقتي. وبكده المفروض بينتهي معانا جزء كبير من القصه، قصه الترو دريكو والارك تايبس القديمه بتاعته. بس كده القصه كلها ما خلصتش، هو الارك ده بس اللي خلص. خلينا بقى نكمل الارك الجديد بتاع القصه. بعد انتهاء الخطر اللي عمله فيكتور على العالم والكائنات اللي كان بيحولها وكل الكلام اللي قلناه ده، وظهور ماستر بيس الكائن المندمج بين فيكتور وبين لاستر، ظهر لنا خطر جديد موجود، وهو خطر الترو كينج. كان عندنا قبل كده الترو دريكو اللي اتكلمنا عنهم، ودلوقتي ظهر الترو كينج. والترو كينجز هي كائنات باين لنا من شكلهم ان هم كائنات اشرار، واخدين 3 اتريبيوتس، الووتر والارث والفاير. وكل واحد من الترو كينجز كان بيهاجم على قبيله معينه او مجموعه معينه، او بلغتنا احنا بقى اركتايب معين. وهنا ماستر بيس بيروح عند كل اركتايب عشان يحاول يساعده بانه يديله قوه من القوه اللي جات له قبل كده مع ال3 اركتايبس اللي قبل كده، اللي هم الداينومايت، الاجنستر، الماجي سبيكتر. بعد القوه اللي اكتسبها دي رايح بقى يساعد الكائنات التانية اللي الترو كينج بيهاجموا عليهم. وخلينا نبتدي باول واحد فيهم، هم الميتال فوز او الميتال فوسس، وهم مجموعه من الفاير سايكيك مونستر. فاير زي مين؟ فاير زي الاجنستر، وسايكيك دي مش زي حاجه، هم كده لوحدهم. طيب مين هم بقى الميتال فوز ده؟ اولا الميتال فوز دول شكلهم جاي من انمي اسمه ميجا زون 23، وحاجه تانية اسمها جينيسيس كلايمبر موسبيادا. اسمهم جاي منين؟ من ميتال اللي هو معدن، وميتامورفوسس اللي هو التحول، يعني كأن اسمهم التحول المعدني. وطبعا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنتكلم عنهم زي ما بنعمل في كل اركتايب واحده واحده. كل واحد من الميتال فوز اسمه متسمي على اسم معدن او على اسم ماده معينه. ابتدي باول واحد ميتال فو جولد ريفر، اللي اسمه طبعا جاي من الجولد. وهم على فكره وحوش بندولم ليهم سكيل يا 1 يا 8. خلينا نبتدي بالسكيل 1 الاول. اول سكيل زي ما قلنا ميتال فوز جولد ريفر، اللي هو جاي من كلمه جولد، او ده جاي من الذهب، ومكتوب عليها ان العربيه الذهبي اللامعه الخطيره دي بتدمر الاشرار كلهم. ايه العجلات الكويسه الحلوه دي؟ بس راكبها واحد مهرج عبيط احمق بفون. مش عارف بقى ده اسلوب الهزار بتاعهم مثلا في الاركتايب ده ولا لا، بس يعني احنا شفنا الهزار اللي كان موجود مع الاجنايت، كانوا فاير برضو بيدمروا بعض وبيعملوا بعض. هنا بقى ده اسلوب كتابه الكروت بالطريقه دي. وشكل الكارت نفسه شبه حاجه اسمها اكيرا سلايد، اللي جاي من فيلم اسمه اكيرا سنه 1988، واخد نفس شكل ايه اللفه بتاعت العجله اللي هو راكبها دي. تاني واحد هو ميتال فوز سيلفرد، اللي هو طبعا جاي من السيلفر او الفضه، وبيقول لك ان ده جندي مشتعل كده ملتهب على طياره نفاثه سريعه جدا، ما تقدرش تشوفها، ما تقدرش تتعقبها، ما تقدرش تهرب من الليزر بتاعها. بعد كده بارا ميتال فو ميلكاستر، اللي جاي من الميركوري او الزئبق، وكاستر جاي من السبيل كاستر ممكن، بس هو سايكيك اصلا، ممكن ما نبقاش فاهمين الحته دي قوي. وبعد كده ميتال فو ستيلين، اللي جاي من الستيل او الحديد. وبعدين ميتال فو فولفليم، اللي جاي من الولفليم او التنجستين، برضو اسم من اسماء المعادن. وبيقولك ان الصواريخ الحمراء المشتعله بتزود من الالتهاب اللي بتوصل لدرجه الحمم المشتعله. فانكشور اوف ذا فانيشر، قاهر المختفين. فانيشر هتطلع لسه قدام، بس ايه خلينا نشوف. بعد كده رير ميتال فو النادر بسموجير، او جاي من البسموث، اللي هي ماده اسمها بيزموث، رمزها بي اي وعددها ذري 83 لو انت مهتم يعني تدور هي ايه. بس المهم هو الكائن كده، وده كارت افكت ملوش ايه تكست مكتوب عليه. طب الكائنات دي كلها كانت عايشه مع بعض عادي ما فيهاش مشكله، لحد ما ظهر لنا اول ترو كينج بيهاجم عليهم. احنا قلنا بعد ما خلاص التانيين اتهزموا ظهر لنا كائنات جديده شريره، وهي الترو كينج. بما ان الكائنات دي فاير، فالترو كينج اللي ظهر لهم هو الترو كينج الخاص بالفاير، وهو ترو كينج اجنمازد ذا فانيشر. فاكرين لما قلنا ميتال فوز فولفليم ان هو فانكشور اوف ذا فانيشر؟ هو ده بقى الفانيشر اللي احنا بنتكلم عنه، اللي ده المفروض يقهره. هم حرقوا الاحداث يعني، بس اوكي. اسم الكارت ده ممكن يكون اوله جاي من كلمة اجني، وهو ده اله في الميثولوجي الهندوسي، وكانت دايما بيتولع في القرابين اللي بتتقدم له، يعني بيقدموا له قرابين وبيولعوا فيها كنوع من انواع يعني ان هما بيتقربوا للاله ده وكده. فاول حاجه كلمه اجني ونار، عشان هو فاهم الاتريبيوت بتاعته نار، فحلوه يعني معموله حلو. اللي عايز افاجئك بقى كمان ان الكائن ده تقريبا متطور من كائنات تانية الاركتايب تاني، وهي الدراجون رولر. وعندنا بلاستر دراجون رولر اوف انفيرنو،
لو بصينا على الاتنين كده جنب بعض هتلاقي واحد كان دراجون فاير طور بقى ورم فاير، ده كان 7 نجوم بقى 9 نجوم، والهجوم والدفاع الاتنين زادوا 100، كان 1800 بقى 1900، 2800 بقى 2900. احتمال يبقى احتمال يبقى لا، احنا مش متاكدين قوي، بس هم قريبين قوي لبعض في الحته دي. المهم ان هو ده الترو كينج فانيشر اللي كان بيهاجم عليهم، وهنشوف الهجوم ده فين. هنشوفه في كذا حته، هنشوفه مثلا في ميتال فو كومباينيشن، هنلاقي كذا حد من الميتال فو وهو بيهاجم على التنين ده اللي طالع في السماء، وهنلاقي كمان ميتال فوز كاونتر وفي هجوم جاي عليهم وهم بيحاولوا يصدوا الهجوم برضو في الفورم القديم بتاعهم او الشكل العادي اللي احنا عارفينه بتاعهم، في واحد منهم واقف كده وبيصد الهجوم عليه، وبيبان لنا هنا ان الترو كينج قوي جدا وهم مش قادرين يهزموه. طب ده هيودينا لفين؟ هيودينا بقى لحته تانية، وهو تدخل ماستر بيس مع الميتال فو في كارت اسمه ميتامورفورميشن. هنا باين لنا ماستر بيس وهو طاير في السماء، هنا نازل لهم من فوق، والكائنات اللي هي الميتال فوز راكبين على الموتوسيكلات بتاعهم وباصين له وهم مش فاهمين ايه اللي جاي لهم ده. بيبان لنا ان الكائن ده المفروض ان هو جاي يساعدهم. دول مين الاتنين اللي تحت دول؟ الجولد ريفر والستيلن، وبيديلهم قدره جديده ما كانتش موجوده عندهم قبل كده، وهي قدره الفيوجن. احنا قلنا الكائن التاني ده خد، لو تفتكروا من ضمن التطورات بتاعه، ان هو خد مره اكسيز من الماجسبكتر، وخد فيوجن من الدايناميت، وخد السينكرو من الاجنايت. كل واحد منهم كان ده التطور بتاعه، من كل واحد خد القوه دي من كل واحد فيهم، فهو ادى لهنا الناس دي قوه الفيوجن. باين لنا ده في كارت ايه؟ كارت ميتال فوز فيوجن وكارت فول ميتال فوز فيوجن. بعد ما الميتال فوز قدروا ياخدوا قوه الفيوجن من ماستر بيس، بداوا كلهم يطوروا في نفسهم. فهنلاقي مثلا ميتال فو ادامانتي تقريبا، يعني احنا ايه بحاول اقولها باكسنت كده، ده اسمه مبني على كائن اسمه الادامانتي، وده كائن المفروض في الاساطير معروف ان هو عنده درع او جسمه قوي جدا زي دايموند، زي الماس، فاللي هو ما بيتخدش حتى بسهوله، فاهم؟ المعادن اللي كانت موجوده بقت اقوى بكتير. ده تطور لميتال فو ستيلن. تاني واحد هو ميتال فو كريمزونايت، اللي اسمه المفروض بيقولوا متسمي الياباني يعني من هاي روكين، وانا بنطقه غلط معرفش. المفروض ان ده كائن اسطوري في الميثولوجي الياباني، برضو جسمه معمول من المعادن القويه، وده المفروض اتطور من فول فليم، او ده الفيوجن، يعني التطور بتاع الفيوجن للفول فليم. وناخد بالنا ان كلهم هما ميتال فو مونستر زائد حاجه تانية. بعد كده عندنا ميتال فوز ميثريليوم، اللي هو جاي من كلمة ميثريل، اللي هي معدن من المعادن القوية اللي كانت موجودة من قصص JRR تولكن، اللي هي لورد اوف ذا رينجز يعني، او اعتقد حسب ما انا فاكر ظهرت في لورد اوف ذا رينجز تقريبا، مش قادر افتكر قوي. وده جاي من مين؟ جاي من سيلفرد، لان الميثريل اصلا في القصة كان المفروض لونه شبه السيلفر كده، او شكله شبه السيلفر شوية. وبعد كده ميتال فوز اوريكولك، اللي جاي من الاوريكالكوم، وده معدن موجود في القصص القديمة اللي ليها علاقة كمان بأطلانتس المدينة الغارقة، والمفروض ان ده برضو كان معدن من المعادن القوية زي البلاتين كده. هو مفيش حاجة متقالة عنه بالظبط لان هو كانت قصة خيالية، بس برضو هو معدن قوي اسطوري، ده اللي نقدر نقوله عنه. وبعد كده فول ميتال فوز الكاهيست، اللي جاي من مين؟ ده اللي جاي من رير ميتال فو بسموجير، بعد التحول بتاعه اللي حصل في كارت فول ميتال فوز فيوجن، لان ده الفول ميتال فوز الوحيد اللي فيهم تقريبا. والاسم ممكن يكون جاي شويه من فول ميتال الكيميست الانمي لو عارفينه. والالكاهيست ده المفروض ماده او مركب موجود في الالكيمي او علم الخيمياء، هو مش علم يعني. وبعد كده عندنا بارا ميتال فوز ازورتلس، اللي جاي من ازوث، اللي هي ماده اسطوريه بتستخدم كعلاج، اللي هي بقى مشتقة من ايه؟ مشتقة من كلمة بالعربي اسمها اللي هي الزئبق، فهي اذاس. مش عارف هم ازاي حاسينها كده يعني، بس هم كاتبين ان دي مشتقة من الزئبق اذاس، ماشي يعني، مش عارف انطقها حتى، مش عارف اجيبها، بس ما علينا. والكائن ده بالذات بقى لو ركزنا فيه هنلاقي ان هو شايل من كل الكائنات، واخد من كل الناس حاجة. يعني مثلا على صدره هتلاقي جزء من بارا ميتال فو ميلكاستر، جناحاته ليها علاقة بسيلفرد، ايده اليمين من كريمزونايت، ايده الشمال من اوريكالك، ووسطه من البسمجير، من الريل ميتال فو بسمجير. فالكائن ده مجمع كائنات كتيرة قوي مرة واحدة، وده المفروض برضو بندولم فيوجن، مش فيوجن عادي زيهم، فده واخد القدرتين مع بعض. ناقص لنا 2 لينك مونستر هيفي ميتال فو اماجلام، وده بقى هو الوحش اللي ظاهر في بارا ميتال فوز فيوجن،
بس لسه هنجيله كمان شويه. والاماجلام دي المفروض مصطلح كيميائي بيعبر عن المعدن اللي فيه الزئبق مرتبط بماده تانية كيميائيا، وده المفروض مبني على ستيلين وهو لابس درع ليه علاقه بتاع ميلكاستر، يعني قاعدين بقى يعملوا ميكس اند ماتش بينهم كلهم. اخر واحد معانا فيهم هو هيفي ميتال فوز الكترم، وده مبني اسمه طبعا على الالكترم، والالكترم دي هي سبيكه ليها علاقه بالذهب والفضه مع بعض. والوحش ده اصلا هو سيلفرد ولابس الجرع بتاع جولد ريفر، فاهم؟ الوحش الميتال فو سيلفرد والميتال فو جولد ريفر، فعامل ايه؟ عامل الكترم اللي هو السبيكه الاتنين في بعض، فحلوه يعني مظبوطه قوي. احنا قلنا بقى ان ده ظهر في كارت اسمه بارا ميتال فوز فيوجن، وهو ده الكارت اللي المفروض بيواجه فيه الترو كينج بعد ما خلاص خدوا كلهم قوى الفيوجن وكل الكائنات اتطورت وقدرت ان هي تواجه الترو كينج بتاع الفاير زي ما قلنا كده. ناقص لنا هنا بس كارتين هنتكلم عنهم قدام شويه، هو فانيشر وبارا ميتال فوز فيوجن. خليهم دلوقتي على جنب، ايه نتكلم عنهم لما دورهم يجي كده. نسيب دول بقى ونخش على القبيلة اللي بعدها اللي هي قبيلة الكريسترون او اركتايب الكريسترون. والكريسترون هو اركتايب كلهم ووتر ماشين زي بالظبط الداينوميست لو فاكرين، برضو ووتر ماشين بس كانوا مايلين شوية للديناصورات، دول مايلين لكائنات تانية هنتكلم عنها دلوقتي. وطلع لهم الترو كينج اللي ليه علاقة بالووتر، برضو هنتكلم عنه قدام. ونبتدي نتكلم بقى عن الكائنات دي واحد واحد، ونبتدي بأول واحد ليفل 2 كريسترون بريسورتل اللي جاي من معدن اسمه براسيولايت، والكائن اللي شبهه هو شبه السلحفة. السلحفة دي بقى مش أي سلحفة، السلحفة دي هي ليها علاقة بسلحفة صينية اسمها بلاك تيرتل سنيك، ودي واحدة من الأربع رموز اللي ليها علاقة بالأبراج الصينية اللي هي المفروض شكلها سلحفة ملفوفة كده بتعبان، يعني مدينها برضو جزء ايه من حاجات الميثولوجي اللي هم بيحبوها دي. وكل الكائنات دي هيبقى شكل المعادن بتاعتها ليها علاقة بالكوارتز. الكوارتز ده هو مادة معدنية متبلورة في الشكل اللي احنا شايفينه ده اسمه كوارتز، اللي هو المفروض من السيليكون دايوكسيد او SiO4. ده المادة التركيبة الكيميائية كلها مشتقات منها طالعة منها بقى. فالكائن ده المادة اللي احنا لسه قايلينها اللي هو البراسيولايت دي، ده مشتق من الكوارتز، طالع منه حتى نلاقيه برضو متبلور بنفس الشكل كده. تاني واحد هو كريسترون سمايجر، ده جاي من السموكي كوردز، ده الاسم بتاعه تقريبا الاوريجينال نيم بتاعه جاي من المعدن ده. والحيوان اللي شبهه هو التايجر زي ما قلنا سمايجر، وده واحد برضو من الاربع حاجات اللي ليهم علاقه بالابراج الصينيه وهو الوايت تايجر. بعد كده عندنا كريسترون ثايستيفرن، وده جاي من الاميثست اللي هي اسمها بالعربي الجمشت، مش عارف، هي برضو ماده متبلوره زي ما احنا شايفينها كده. وجاي من الويفرن او الوايفرن، والكائن اللي هو جاي منه هو الازور دراجون، واحد من الاربعه حاجات صينيه ليها علاقه بالابراج. وبعد كده روز نيكس اللي جاي من الروز كوارتز، والكائن هو الفينيكس. وهنا هو رابع واحد بقى من الاربعه اللي قلنا عليهم اللي هو فيرميليون بيرد، ده رابع واحد من حاجات الابراج الصينيه. عندنا بعد كده كائنين طالعين من السولفر او الكبريت اللي هو كريسترون سولفيفنر، اللي هو جاي من كائن اسمه الفافنر او الفيفنر، والمفروض ان ده تنين كده بيبقى لونه اصفر. وده كان كارت قديم، بس الكارت الجديد بقى اللي هو كريسترون سولفدهول، وده كارت لسه حتى منزلش في الاو سي جي، كارت لسه هينزل. انا كنت برضو بسجل القصه لقيت كروت جديده، قلت وانا كل ما ينزل كارت بقى مش هعمل كده، قلت لا خلاص بقى ايه هسجل كده الفيديو زي ما تيجي وخلاص. والكارت الجديد ده هو كارت شبه النسخه اللي احنا لسه قايلينها اللي هو سولفيفنر ده، بعد ما خد طاقه او كره طاقه اللي موجوده جواه كده من الوحش بتاع التروكينج اللي لسه هنتكلم عن المعركه بتاعته قدام. وبعد كده نروح بقى على الكائنات التونرز اللي موجوده عندهم، وهم نبتدي بكريسترون كوان اللي ده بقى اصلا جاي من كوارتز واسمه وشكله كده شبه الكوارتز فعلا. كريسترون سيتري اللي جاي من حجر اسمه السيترن. كريسترون ترايستالوس اللي هو كارت جديد برضو، وده هو شكل كريسترون كوان بعد برضو ما عرف ياخد طاقة من الترو كينج. والكارت اللي بيحصل فيه كده هو كارت اسمه كريسترون انكلوجن من الكروت الجديدة اللي موجودة، فده تقريبا تطور جديد للقصة ما كناش هنعرفه لو كنا سجلنا القصة دي من اسبوع، ان ده حصل وقت المعركة، فخلينا نتكلم عنها قدام لما يجي دورها. وبعد كده كريسترون ريون اللي جاي من حجر اسمه الموريون. دي كده الكائنات بتاعتنا بتاعت الكريسترون. الكائنات دي هجمت الترو كينج، هجمته قبل كده في كارت اسمه كريسترون امباكت، وباين فيها ان الفينيكس بيهاجم الترو كينج اللي هو مين بقى ما اتكلمناش عنه، اللي هو اسمه ترو كينج
باراستوس ذا فاثمر، هجومه 1800 دفاعه 3000، اللي ممكن نقول شبه تايدل دراجون رولر اوف ووتر فول. هو يعني مش لازم، يعني انا مش مقتنع بيها قوي بصراحه، بس قلت اقولها طالما مكتوبه. وعايزك تتخيل بقى الاسم بتاع الكائن ده اللي هو باراستوس ده جاي من ايه؟ جاي من بحر اللي هي بحر بالعربي فهو يعني اسمه باراستوس. ضحكتني قوي الحته دي. وزي ما هو متوقع المعارك اللي كانت بتحصل بينهم ما كانتش بتودي الحاجه لغايه ما جه مين ساعدهم؟ طبعا جه الماستر بيس في كارت اسمه كريستروليك بوتنشال. وهنا باين فيه ان الماستر بيس نازل من فوق برضو، وتحت في الثايز فيرن والروزنكس واقفين تحت، ونازل من فوق الماستر بيس عشان يديهم قدرتهم بقى اللي هتبقى بتاعتهم، وهي قدرة السينكرو. احنا قلنا ان هو ادى قدرة الفيوجن للميتال فوق، الكريسترون ادى لهم قدرة السينكرو. ونبدأ بأول واحد هو كريسترون كوانداكس، اللي هو شبه مين؟ شبه كوان وسمايجر. ده ظهر في كارت اسمه كريسترون انتري بين الاتنين، وهم بيعملوا السينكرونايزيشن مع بعض او السينكرو مع بعض عشان يطلع لنا الكوانداكس في الاخر. واسمه جاي منين؟ جاي من الكوان زي ما قلناه، اللي هي اصلا الكوارتز، الشكل المتبلور اللي قلنا عليه ده. عندنا بعد كده كريسترون اميتريكس، واميتريكس ده عبارة عن كريسترون C3 مع كريسترون ذايستفيرن، ما انا مش عارف بتتنطق صح ولا لا. وده اسمه جاي من حجر برضو متبلور اسمه الاميترين. عندنا بعد كده كائن جديد ظهر لسه برضو هيطلع لنا قدام، وهو كريسترون الاسكيليتس. وده المفروض ان هو الشكل المتحور الجديد من كريسترون ترايستالوس، اللي هو برضو كارت جديد. هم نزلوا لهم مجموعة سبورت كلهم مع بعض كده. والوحش الكبير ده ظهر في كارت اسمه كريسترون كلاستر، اللي بيهاجم فيه بقوة جدا بشوية كوارتز طالعة من الارض كده، اللي هي برضو طالعة فين؟ طالعة في كريسترون توكن. ده كارت قديم بقى موجود، بس ده التوكن شكله كأنه شبه الهجوم اللي كان بيتهاجم بيه من التاني. هم يعني ايه؟ بيربطوا الحاجات ببعض تربيطة حلوة بصراحة. المهم ده وحش من الوحوش الجديدة. نروح بعد كده على كريسترون فينيكس، اللي باين فيه ان هو شبه اندماج سترين وكوان وروزنكس التلاتة مع بعض. وفينيكس يعني هو فينيكس جاي زي ما هو اسمه، يعني زي روزنكس كده. الفينيكس هو الحاجة الأصلية. وآخر واحد معانا في السينكروز هو كريسترون كواريون جاندراكس، اسم معقد قوي. وده المفروض سينكرو لستري وكوان وريون وسولوفينير. وده هتلاقي ان هو 2 اور مور تونر زائد 1 نون تونر، فهو محتاج تونرز كتير، عشان كده قلنا كل التونرز اللي ظهروا مع بعض فيه. واخر واحد معانا هو كريسترون هالكي فيبراكس. ده طبعا زي ما قلنا اللي معمول له بان، وده جاي من ستري وكوان وريون مع بعض الشكل بتاعه. طيب احنا كده اتكلمنا عن الكريسترون، قلنا الكائنات دي كانت موجوده ازاي، ونزلهم الماستر بيس وادالهم قوه السينكرو، وقدروا يعملوا شويه سينكرونايزيشن كده كويسه. واتكلمنا عن كروت الفخ والسحر بتاعتهم بما فيها الكروت الجديده، وقلنا ان هم دلوقتي هيروحوا يواجهوا الترو كينج بتاعهم اللي اتكلمنا عنه برضه. كده ناقص لنا اخر مجموعه، وهي مجموعه الزودياك. الزودياك بقى هم مبنيين على طبعا الابراج، يعني باين من اسمهم ان هي كائنات الزودياك. فاحنا عندنا 12 كائن من الكائنات، منهم 6 عاديين وحوش افكت عادي و6 اكسيز. واضح ان دي قوه اللي هيديها لهم ماستر بيس. فاحنا عرفنا القصه بتبقى ماشيه ازاي، ان هم بيبقى فيه كائنات عاديه وبينزل لهم ماستر بيس، وبعد كده بياخدوا القوه اللي هتطلع بعد كده. فخلينا في المره دي نحكيها بالمقلوب، نقول ان في كارت الزودياك ساين باين لنا هنا ان الماستر بيس نازل من فوق، وان بيديهم قوه الاكسيز على طول. هنلاقي الكائنات اللي موجوده هنتكلم عنهم واحد واحد. وكارت تاني زودياك باراج، وهما بيهاجموا هجوم قوي. الهجوم ده باين فين؟ في زودياك كومبو، وهم كلهم على بعض بيهاجموا طبعا على الترو كينج بتاعهم، اللي هو الترو كينج بتاع مين بقى؟ بتاع الارث، اللي هو ترو كينج ليثاسيجم ذا ديزاستر او الكارثه، اللي جاي من الكلمه اللاتيني معناها حجر، واله اللي هو زي اله الحجر. ده هو الترو كينج اللي بيواجهه. طيب احنا قلنا كده الكائنات اللي موجوده دي كلها، قلنا طبعا يعني خلاص احنا فهمنا القصه. بقى ليه بقول كده؟ عشان نمشيهم بالترتيب على حسب ترتيب الابراج. هنتكلم عنهم بالترتيب بقى، وبترتيب الابراج الصينيه. زودياك رات بير، البرج الصيني هو برج الفور الرات، والسلاح اللي ماسكه هو سلاح اسمه الرابير او السيف ذو الحدين اللي هي ماسكاه في ايديها ده. تاني حد بعد كده هو
وحش اكسيز بقى خد قدرة الاكسيز. زودياك برود بول، البرج بتاعه هو الاوكس او التور اللي هو البول، والسلاح بتاعه هو البرود اكس، البلطة اللي هو ماسكها في ايده دي. بعد كده عندنا زودياك تايجر مورتر، طبعا البرج هو برج التايجر او النمر، والسلاح اللي هو المورتر او المدفع اللي هو بعيد المدى اللي هي راكبه عليه في الصورة. بعد كده زودياك باني بلاست، جاي من باني اللي هو رابت، ده البرج الصيني، والسلاح اللي اسمه بلاندر باس ده اللي هي ماسكاه في ايديها. وبعد كده زودياك درايدنت اللي جاي من دراجون او البرج التنين الصيني، والسلاح اللي هو الترايدنت اللي ماسكه في ايده. وبعد كده زودياك ويب تيل، الحيوان بتاعه اللي هو برج السنيك ده البرج الصيني، والسلاح بتاعه هو السنيك ويب اللي هو ماسكه في ايده برضو، وشكله زي الصوت كده زي الكرباج. بعد كده عندنا زودياك ثوروبليد، الحيوان هو الهورس او الحصان، والسلاح طبعا السورد زي ما باين في الصوره. وبعد كده زودياك رام اللي هي الجوت او المعزه، والسلاح اللي هو الباتلينج رام، الحاجه اللي بيخبطوا بيها الابواب يفتحوها دي برضو زي ما باينه في الصوره. زودياك هامر كونج جاي من المونكي او الكونج القرد، والسلاح بتاعه هو الهامر او الشاكوش زي ما ماسكه في الصوره. وبعدين زودياك كاتاروست جاي من الروستر او الديك، والسلاح بتاعه اسمه الكاتار او خنجر صغير كده برضو، هو ده بالظبط اللي ماسكه في الصوره ده. بعد كده زودياك شاكاناين، وده برج الكلب في الابراج الصينيه، والسلاح اسمه الشاكرام، مش محتاجين طبعا نقول ان هو السلاح اللي باين معاه في الصوره. واخر واحد معانا هو زودياك بوربو، وبور البيج او الخنزير، وبو اللي هو القوس والسهم اللي بيضربه اللي ماسكه في الصوره ده. فدي كده هي الكائنات بتاعه الزودياك، ودي ما فيهاش بقى تفاصيل كتير قوي ولا كروت سحر وفخ، هي بالظبط زي ما قلناها كده زي ما بيحصل مع كله. كانت كائنات عاديه، الترو كينج بيهاجم عليهم مش عارفين يعملوا حاجه، جالهم الماستر بيس ادهم قوه الاكسيز، اتطوروا للكائنات اللي احنا شفناها. بس كده مفيش اختراع في الاركتايب ده. بنكمل من هنا المعركه بتاعتنا بان كل واحد من الاركتايبس بعد ما خد القوه من الماستر بيس قدر يواجه الكينج بتاعه الترو كينج اللي عنده. ونرجع للميتال فو في ميتال فو فانيشر، وده الكائن اللي المفروض اتطور قوي وبقى قوي قوي عشان يواجه الترو كينج، والمفروض ان كل واحد منهم قدر يهزم الترو كينج بتاعه. لحد ما بنلاقي بقى حاجه غريبه جدا في بارا ميتال فو فيوجن، بعد ما الترو كينج بتاع الميتال فو اتهزم ظهر كائن جديد موجود قدام الميتال فو اللي احنا شايفينه ده. مين الكائن ده؟ الحركه اللي بتحصل او الظهور الجديد للكائن في كارت اسمه ترو كينجز ريتيرن او عوده الملك الحقيقي، اللي باين فيه ترو كينج فانيشر وفاثامور وديزاستر، التلاتة واقفين عشان يطلعوا لنا وحش جديد وهو ترو كينج اوف اول كالاميتيز او الملك الحقيقي لكل الكوارث. وده وحش بيحتاج 2 او اكتر ليفل 9، احنا عارفين ان كل واحد من ترو كينج ليفل 9، فالمفروض ده زي الاكسيز بتاعهم. والوحش ده يا جماعه فوربيدن في التي سي جي وفوربيدن في الاو سي جي، فاهم؟ فاللي هو وحش قوي قوي، الافكت بتاعه مره في الدور بالذات عايزين نقول ده عشان هو فعلا ده يستاهل يبقى اقوى بقى، فاهم؟ انمي موجود، اقوى فيلن موجود في القصه، ان مره كل دور كويك افكت تعمل دي اتاتش الماتيريال او ترمي يعني ماتيريال من تحته وتختار اتريبيوت معينه، ووتر فاير كده يعني. كل الوحوش اللي على الارض بيبقوا الاتريبيوت ده خلال الدور ده، وكل الوحوش اللي عند خصمك بالاتريبيوت ده ما تعرفش تشغل الافكت بتاعها ولا تهاجم. والافكتات بتاعه تشغيل الترو كينج والترو دريكو بتحتاج ساعات انك تدمر وحوش، فالوحوش اللي كانت هتتدمر ممكن كمان تدمرها من عند الفيلد بتاع خصمك، فوحش قوي جدا جدا. والمفروض ان ده اكبر فيلن بقى ظهر عندنا في القصه، والمفروض ان يتم مواجهته دلوقتي. بس قبل ما نسيبه انا عايزك تركز في نقطه مهمه جدا. الوحش ده شبه مين بقى؟ الوحش ده شبه كائن كنت قلت لك عليه من شويه، سيبه هيجي وقته بعد كده، اللي هو امورفج جولايث. احنا قلنا ان هم بيقولوا في اللور ان المفروض ان لما فيكتور اندمج مع جولايث، قلت لك هو شكله اندمج مع راث، لان ترو كينج اوف اول كالاميتيز هو شبه قوي 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 جولايث. فده يدينا فكره عن اللي حصل، ان جولايث اللي هو كان الثامن بتاعهم، اللي هو ما كانش خطيه من الخطايا السبعه اللي مختلف عنهم تماما، مش هو اللي اندمج معاه وفضل جسمه موجود. ولما فيكتور ولاستر اندمجوا مع بعض هما الاثنين في الفورج اوف ذا ترو دريكو، الجسم كمان بتاع جولايث فضل موجود. وحصل بعد كده عند هزيمه الثلاثه ترو كينج ان هو عرف ياخد القوه بتاعتهم كلهم عشان يرجع في اقوى شكل موجود ليه، وهو الترو كينج اوف اول كالاميتيز، او بالياباني ترو كينج ذا بيست،
الوحش، اللي هو كلمه بتتقال عموما على الشيطان. يعني المهم يعني عايز يقول لك ده اقوى كائن موجود فيهم، ترو كينج اوف اول كالاميتيز. مع ظهور الترو كينج اوف اول كالاميتيز كان لازم يحصل تطور تاني عشان يقدروا يواجهوه، لان هو واضح انه اقوى من كل الناس دي ومحدش هيعرف يواجهه منهم. هنسيب بقى الكائنات الجديده اللي هي الزودياك والكريسترون والحاجات دي، ونرجع للكائنات القديمه تاني اللي احنا لو كنا فاكرينها ظهر منهم 3 متطورين زائد واحد بتاع الارث اللي احنا قلنا مش عارفين هو جاي منين بالظبط، وهنلاقيهم كلهم في disciples of true دراكو فينيكس او التلاميذ بتوع الدراكو فينيكس. ال3 واقفين كده وبصين على حاجه نازله من فوق. الحاجه اللي نازله من فوق دي المفروض هي الماستر بيس، فهم ال4 باصين له ومستنيين كده يشوفوا ايه اللي هيحصل، عايزين يساعدوه باي طريقه. بيساعدوه في كارت اسمه دراجونيك بيندولم، وهم ال3 كل واحد فيه كور كده موجود معاه فيه طاقه اللي المفروض ان هم بيجمعوها مع بعض عشان يوصلوها له. وهنا بقى حته تلخبط شويه في القصه، لان اللي حصل دلوقتي ان هم كانوا بيدوا الماستر بيس القوه بتاعتهم. في نفس الوقت ظهر لنا الترو كينج الرابع اللي هو مريم ذا ترو دراكو فينيكس، اللي على عكس كل الترو كينجز التانيين هي شكلها حلو، شكلها كويس، شكلها طيب مش شرير. نتيجة دراجون بندولم بتبان لنا في كارت اسمه ترو دراكو هيريتج، والتحول بيحصل للكائن التاني ده. التحول اللي بيحصل للكائن التاني ده ممكن يودينا لحتتين، ان الطاقة اللي اداها ده خلت الكائن الرابع يظهر، الترو كينج الرابع اللي هو مريم ذا ترو دراجو فينيكس، اللي على عكسهم شكلها طيب. يعني الكارت مرسوم بطريقه تحسسك ان ده مش كائن شرير. والكائن ده لما ظهر نقدر نقول ان هو كمان ساعد ماستر بيس ان هو يتطور عشان يوصل لشكله الاخير والاقوى، اللي هو ماستر بيس ذا ترو دراكو سلاينج كينج، الوحش اللي برضه محتفظ بنفس فكره ال50 2950 وده برضه فوربيدن في التي سي جي. وباين من الدرع بتاعه ان هو خد كتير، يا اما اندمج يا اما خد طاقه كبيره من الترو كينج الرابع. التحول ده بقى حصل فين؟ حصل في هيريتج اوف لايت. احنا قلنا ترو كينج هيريتج كان بيحصل كده، هيريتج اوف لايت باين لنا التحول والاوربس رايحات، وهنا الماستر بيس بقى بيتحول للشكل الاخير بتاعه اللي هو الماستر بيس كينج اللي لسه قايلينه دلوقتي، وهنا المفروض التحول كله تم. طيب عندنا كده اقوى وحش موجود اللي هو ترو كينج اوف اول كالاميتيز، وعندنا اقوى كائن طيب موجود اللي هو ماستر بيس ذا ترو دراكو سلاين كينج. ناقص نتكلم بس عن فكرة الناس اللي ممكن يكونوا هيساعدوه شوية، اللي هم مين؟ اللي هم الكائنات اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده ان هم اتطوروا بقوا ورم. لو فاكرين في الاول خالص الداينوميست والماجي سبيكتر والاجنايتس، قلنا هم ال3 في كائن اتطوروا كلهم بقوا ورم. في تطور جديد حصل لهم بعد كده ان هم رجعوا تاني لاصلهم، الورير والماشين والسبيلكاستر. هنلاقيهم بالترتيب كده في كارت اسمه ماجستي بيجاسس ذا دراكو سلاير. وهنا الوحش اللي كان موجود قبل كده خد جزء من الدرع اللي موجود عند مريم ذا ترو دراكو فينيكس. يبقى كده معناه ان الترو دراكو فينيكس مريم مش بس ادت القوه الماستر بيس، هي ادت لهم كلهم القوه وهم واقفين بيتفرجوا تحت، كلهم خدوا التطور ده. فكده الماجستي ميدن بتاعتنا اتحولت لماجستي بيجاسس ذا دراكو سلاير. وبعدين ظهر لنا كمان داينومايت باور لود ذا دراكو سلاير اللي هو ماشين، وبرضه واخد جزء من الدرع بتاعه كده هنلاقيه شويه ليه علاقه بمريم. يعني زي ما قلنا خلاص كلهم تطورات منها فمش لازم نشرح لهم بقى. وماجستي بيجاسس واخده اسم الكارت ده منين؟ واخده اسم الكارت ده من ماجستي بيجاسس اللي كان كيرم بيتحول فيه لو فاكرين. وبعد كده الداينومايت باور لود ذا دراكو سلاير، وهنلاقي ان اسمه متاخد من الداينوميك باور لود الكارت اللي كان بيتحول فيه. واخر واحد من ال3 هو اجنس فينيكس ذا دراكو سلاير اللي هو بتاع الاجنايت، اتحول لورير مره تانية. وفي حاجه موجوده على صدره رمز برضو لمريم الترو دراكو فينيكس، واسم الكارت جاي من اجنيشن فينيكس برضو كارت الفيلد اللي احنا قلناه قبل كده. فكل واحد واخد اسم من كارت الفيلد وخد قوه معينه من مريم الترو دراكو فينيكس الاخيره او الرابعه، وكلهم اتطوروا. ناقص لنا كده كائن جه او اتطور من ال3 الجداد اللي هم الزودياك الكريسترون والميتال فوز. مين الكائن ده؟ هو ميتال ترون 12 ذا ترو دراكو كومباتنت. ده كارت ظهر كان دماج لل3 التانيين مع بعض. فاحنا كده عندنا ال3 الاولانيين الداينوميست الاجنايت الماجي سبيكتر، كل واحد منهم ليه كائن اتطور وبقى موجود مع نفسه. وال3 التانيين بقى اللي هم الزودياك الكريسترون الميتال فوز كلهم اتجمعوا مع بعض في شكل كائن جديد اسمه الميتال ترون. الاسم بتاعه في الاو سي جي هو دازن ميتاترون
اللي هو ميتال ترون 12 اللي هي دازن او دستا. فدازن جايه من الزودياك اللي هم 12 زودياك بيست، وميتا جايه من الميتال فوز، وترون جايه من الكريسترون. فالوحش ده ضامم كل الاركتايبس الجديده دي مع بعض. لو بصينا بقى عليه شويه هنلاقي ان الجسم بتاعه شبه كريسترون كواريونجاندراكس، والدرع بتاعه شوية اتطور عشان ياخد من الميتال فوم ميثريليوم، والأسلحة اللي ماسكها كلها شبه أسلحة الزودياك. هنلاقي سلاح الرات بير موجود ناحية وسطه اليمين، والمدفع بتاع التايجر مورتر موجود على كتفه، وبتاع درايدنت موجود في ايده الشمال، ويب تيل موجود على رجله اليمين، ثورو بليد موجود في ايده اليمين، البور بو موجود في ظهره، البرود بول موجود عند اجنحته، والشاكاناين عند معصمه اليمين. فهو ضامن من الثلاث حاجات، ضامن في الشكل زي ما قلنا وفي الاسم والاسلحه. فده الكائن اللي كلهم جمعوه بقى، مش باين لغايه دلوقتي هم جمعوه ازاي، ولغايه دلوقتي يا جماعه لسه قصه بيطلع منها. يعني في حاجات احنا مش عارفينها، زي ما قلنا لسه منزلين للكريسترون سبورت باين لنا ان في كائنات قدرت تاخد من الطاقه بتاعه الترو كينج في المعركه. لغايه دلوقتي ده كل اللي احنا نعرفه عن المعركه. كده التطورات كلها بقت موجوده عندنا. ماستر بيس ترو دراكو سلاين كينج رايح يهاجم على ترو كينج اوف اول كالاميتيز، هو والميتال ترون 12، وده باين في كارت اسمه ترو دريكو ابوكليبس. وباين لنا هنا ان هو بكل قوته بعد ما اتطور من كل الكائنات اللي قلناها قبل كده، خد كل قوات الفيوجن والسينكرو والاكسيز، وخد قوه الترو كينج الرابع اللي هو ميريم، ومع الكائن المندمج من الثلاثه التانيين اللي هم الزودياك والكريستون والميتال فو، كلهم بيهاجموا دلوقتي على الترو كينج. والمفروض النهايه هتحصل بان هم ما قالوش لسه ايه اللي حصل، والقصه انتهت على كده. احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد الهجمه الاخيره دي، هل كسبوا هل خسروا، احنا مش عارفين. اللي عارفينه ان في كارتين تانيين لسه ما جاش دورهم نوعا ما، مش فاهمين هم جم منين قوي، بس ده ممكن يقول لنا ان يا اما المعركه كملت وده حصل وقت المعركه، ان يا اما المعركه انتهت ودي بدايه لارك جديد احنا ما نعرفش. وهو كارت اسمه ماجسبكتر ويند، اللي باين فيه الكائن اللي كان مندمج قبل كده بينفصل تقريبا عن بعضه وبيرجع يتكون مرة تانية في ماجسبكتر دريكو ريو. ليه الكارت ده مختلف؟ لان ملوش كروت شبهه من الثلاثه التانيين. يعني الماجسبكتر ليه الكارت ده الاكسيز بندولم بتاعه، مفيش كارت من النوع ده موجود لسه للاجنايت ولا للدايناميست. فده معناه ان هو لسه هيطلع حاجه زي كده بعد كده. احنا مش عارفين السبورت ده هدفه ايه، هيودي في انهي حته، لغايه دلوقتي مش عارف. كل اللي نعرفه ان الكائنات كلها اتجمعت وهجموا على بعض في ترو دريكو ابوكليبس، وانتهت المعركة على كده، ما نعرفش عنها اي حاجة بس محتاجين نقولها ان الكارت ده ظهر في 2017، يعني من 7 سنين بوقت تسجيل الفيديو، ولغاية دلوقتي ما قالولناش ايه اللي حصل في نهاية المعركة. ودي كده تبقى نهاية قصة الترو دريكو والدريكو كينج والكريسترون والميتال فو والزودياك والاجنايت والدايناميست والماجسبكتر وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي، والامورفج طبعا. كل الاركتايبس دي كانت موجودة في القصة دي، اللي انا زي ما بقول في احتمال يبقى ليه علاقة كبيرة بقصة الدول تيرمينال، ده فاريشن كده من الدول تيرمينال، بس ده اللي هنفهمه اكتر بقى لما نتكلم عن قصة الدول تيرمينال ان شاء الله. نقطة اخيرة دي بقى بتاريخ دلوقتي، ان الاوديو ده او الفيديو ده كنت شغال عليه من فترة طويلة، ومع الاسف حصلت مشاكل كتير فاضطريت اتأخر فيه كتير قوي، وبعدين جيت في يوم قلت انا كده لازم اعمله بقى. فهتلاقي حاجات كتيرة قوي كنت بقول الفيديو مثلا ده نازل من 7 سنين، وكنت بقول مفيش كروت نزلت والحاجات دي، او كروت لسه نازلة جديد، ده كان بتاريخ تسجيل الفيديو. فحاليا عشان اعرف انزل الفيديو في كذا كارت طلع جديد، زي ماستر بيس ذا ترو دراكو اوفرلورد، ده كارت نزل جديد. وفي كارت تاني نزل اسمه ميريم بارادوكس ذا ترو دراكو فينيكس نايت، اللي هو المفروض ان ده نسخة اقل شوية للترو كينج، اللي يخلينا نسأل سؤال هل ده ليه علاقة بالرولر دراجونز اللي قلنا عليهم قبل كده ان هم شبه الترو كينجز هم صغيرين، فدي النسخة بتاعته بقى نزلت اخيرا، برضو دي مش واضحة قوي. وفي كمان دراكو اويكنينج اللي هو واضح في بداية ارك جديد، بداية ان في فيكتور او ليكتور رايح للماستر بيس وبيصحى من جواه تاني، كأنها بداية جديدة لان الشر بيطلع من جواه. طبعا ده احتمال يودي القصص كتير، بس انا حاليا ما لقيتش لسه حاجه تجمع القصص دي مع بعض. حبيت بس اقول الكروت دي في الاخر طالما بنقفل الفيديو، واتمنى ان ارجع اسجل تاني على طول. انا يعني مش عايز اكون بقول اي كلام، بس فعلا القناه وحشتني جدا، وحشني قوي اقعد اتكلم مع الناس ونقعد نرد على بعض في الكومنتات وكده. فدعوا لي يعني يا جماعه اني اقدر اعمل كده تاني. بس كده ده كان الفيديو، يا ريت لو عجبك تعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي، ولو عندك قصه جديده تحب تسمع عنها يا ريت تكتبها في كومنت. شكرا.